بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة في الحلقة التانية من بودكاست هاك توكس معانا باشمهندس مسعد سلام، واحد من الباج هانترز الشاطرين جدا على هاكر وان وياس وهاك كمان، واشتغل قبل كده بنتريشن تيستر بعد أكتر من انترشيب في أكتر من شركة، وبيركز على الويب ابلكيشن والموبايل ابلكيشن سكيورتي ومعاهم كمان الاي بي اي، وقدر يطور نفسه في المجال لحد ما من أفضل الباج هانترز في مصر. ازيك يا باشمهندس، إيه الأخبار؟ الحمد لله بخير، ازيك يا غالي؟ الحمد لله. في البداية كده أول حاجة عرفنا بنفسك. أنا مسعد سلام. هتلاقيني موجود بيوزر نيم 0x88 وهتكر. اشتغلت بج هانتر وكنت انترنس وبنتستر في سايبر اير وكودر بلغة جولانج وبايثون والباش. وبس كده خلاص يعني. بدايتك في السكيورتي كانت ازاي بشكل عام؟ هو انا طبعا زي كلنا ابتدينا ان هو معانا كمبيوتر قديم، شوية العاب كده اوف لاين، تهكير الالعاب او حوار ان انت تعدل على الالعاب دوت فتح دماغ الواحد. بس للاسف يعني ما كانش فيه امكانيات ان أنا اتعلم الحوار ده من بدري. انا يعتبر ده جبت مثلا بيرسونال فون في اخر ثالثه ثانوي مثلا، يعني وانا داخل اولى كليه. وهو النت برضه كان في في اولى كليه كان في نت عندنا في البيت، والتانية كليه كده جبت لابتوب. فالحوار اتاخر معايا، ولكن الحمد لله يعني اللي بيقدر ربنا هو احسن حاجه يعني. فبعد كده قابلت عمرو ومصطفى. هو كان معايا في نفس الكلية، فقال لي في مجال اسمه سايبر سيكيورتي. وأنا كل معلوماتي عن حاجة زي كده إن هو مجرد تعدل على لعبة وتهكر ألعاب والخبل دوت ويبعت فيروسات على الواتس والكلام ده. فما كنتش مصدقه في الأول أوي يعني، ولكن دخلت يعني وخلاص. فقعدت معاه، وهو برضه كان لسه يعتبر بيبتدي، وما كناش نعرف حد من جوه المجال يفهم الدنيا عليه. فطبعا كنا بنخبط التخبيطات بتاعت أول سنة في المجال دي، لو أنت بتعلم محتوى هنا وهناك. فطبعا اللي بيميز الجيل بتاعنا ان هو المحتويات كتيره يعني. فانا كان دي حاجه مش حلوه بالنسبه لي، ان انا لما بحتار في حاجه باخد كل حاجه. فلما كنت بشوف مثلا عاوز تاخد نتورك بيزكس، كان قدامي محتويات كتيره وعربي وانجليزي، وكنت بتعلمها من عند ده وده 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 وده. دي كانت حاجه وحشه بتاخرني، لكن انا كنت من النوع ده من الاشخاص يعني. وبس بقى، وبعد كده عرفنا طبعا الرود ماب بتاع ابراهيم حجازي وبدأنا نتعلم. ف بس انا ما كنتش من النوع يعني اللي بيحب الكورسات اللي ليها اسماء كبيره والكورسات المسروقه والكلام ده. على عكس عمرو، كان بيحب دايما المحتوى الاجنبي وانواع الكورسات اللي هو يبدا اي جي بي تي يخش اي دبليو بي تي يخش مش عارف ايه مم. ال- اللي ورا بعض دول. الرود ماب فلا اللي انا مش كنت بحب بتنتهي. النوع انا. بالظبط، انا كنت بقى من النوع التاني اللي هو بيحب ياخد الحاجات اللي موجوده في الكورسات دي، ولكن بيلف عليها حاجات احدث او حاجات ناس كاتبينها بلوجز، رايت ابس وكلام من ده، واتعلم نفس التوبيك ولكن بطريقه مجانيه يعني. بس وكده دخلت بقى ابتديت اخش المجال. بدايتك في الباج باونتي كانت ازاي، وايه اللي خلاك بقى تبدأ فيها ودنيتها والرحلة كلها؟ هو انا زي ما قلت لك كنت من النوع اللي بيحب يذاكر كتير. يعني أنا من نوع الهارد وركر، بس من ناحيه المذاكره. فكنت بذاكر كل معظم الثغرات، وشفت كورس ابراهيم حجازي وكورسات تانية تحكي في نفس الويب بن تيستنج. بس انا بحب اذاكر من كذا ريسورس واستفاد من كله يعني. كنت عامل شويه بلوجز وكده. ف ابتديت بقى بعد كده اخش في الباج هانتنج. وتعرفت الاول على واحد اسمه كارم وسامي، كانوا برضو لسه بيبدأوا في المجال. كارم ده كان باين عليه يعني إن هو إن شاء الله هيبقى حاجة كبيرة يعني في حتة المجال، اللي أنا حسيته موهوب. ولكن لوت سامي حسيت إنه نوع الهارد وركر، ولكن من هارد وركر في حتة إن أنت تديله إمكانيات معينة يشتغل بقى يجيب لك أحلى شغل، يطور في نفس الامكانيات اللي انت اديتها له. ما بيحبش يتعلم كتير، فكان عكس. ولكن انا ما طولتش في حته الباج هانتنج ديت في الاول خالص يعني، ما كنتش واخده ليا المجال المستهدف ليا يعني. فكنت داخل، فقعدت طبعا عملت زي ما كله بيعمل، قعدت ادور على شويه لايف هانتنج وناس بتتكلم عن ايه الباج هانتنج والكلام ده. دخلت شفت اللايف باج هانتنج بتاعت نهامسك، وكان في برضه تقريبا عربي. وابتديت اشوف كله بيتكلم عن حته ان انت يكون عندك مايند سيت مايند سيت مايند سيت. طب يا جدعان، انا اعمل البتاعه دي ازاي؟ اجيبها منين؟ بتعملوها ازاي؟ فهموا. الناس اللي بتطلع باج هانتنج بيطلع واحد بيعمل ريكون، واحد بيفتح تارجت بيجرب عليه ثغرات معينه وخلاص، جت جت، ما جتش ما جتش، شكرا نقفل. فمعظم حتى لايفات الباج هانتنج كان بتتكلم في الحاجات الكومن،
ما كانش فيه الحاجة اللي هي تعرفني يا جدعان. طيب أنا دلوقتي واحد فتحت هاكر وان، أعمل إيه؟ كان بيتكلم بعد ما في مرحلة خلاص أنت بتهنت أصلا، فأنت جاي تشوف الراجل ده بيهنت طريقته إزاي. أنا كنت عاوز حد يعرفني أنا أعمل إيه. فعشان أسد حاجة زي كده كنت عاوز أشوف الحوار ده على الحقيقة، يعني أشوف الناس اللي بتهنت إزاي أصلا من خلال الكولابوريشن. فأنا في حياتي أنا عملت كولاب كتير، لأن أنا برضو كنت واخد الحوار كحوار زي ريسيرش كده، إن هو أنا الناس دي إزاي بتشتغل بجد. لما بيفتح هاكرون بيعمل إيه، بيمشي إزاي في البروسيس بتاعت إن هو يختار تارجت، وأول ما بيختار تارجت بيمشي إزاي أصلا، وليه على أساس ده بيختار تارجت. كنت عايز أشوف عقليات معظم الناس اللي موجودة وإيه الطرق الميثودولوجيز اللي الناس بتمشي بيها. فزي ما قلت لك اتعرفت على كارم وخالد سامي. هما دلوقتي ما شاء الله الأول والتاني مثلا على هاكرون. زي ما قلت لك، هو خالد سامي بصراحة فاجئني. هو أكتر واحد دلوقتي بهنت معاه، هو يعتبر بكولاب معاه في كل الثغرات يعتبر. هتلاقيني أنا في الأول حتى ما كانش معايا أكونت أصلا على هاكر ون، أو كان معايا بس ما كنتش بشتغل بيه. كنت بهنت من عندهم هم عشان كان في برايفت بروجرامز عندهم هم، فاهم. تمام. فكان بالنسبة لي حتة دايما في مفاضلة ما بين الباج هانتنج والبنتست. أنا أول ما دخلت بقى بدماغي اللي هو واحد عاوز يشتغل بنتستر، وفاهم ودماغك تسيح بقى خلاص أنا داخل ريتيمر، علموني يا ابني النتورك وويب وي وي وي. ولكن طبعا الظروف بتحكم. فأنا كنت بمشي بطريقة معينة مع الحاجات اللي زي دي. كنت بعمل زي حاجة زي معادلة رياضية كده. انت عندك ناتج، ده هنعتبره الهدف، وعندك مدخلات بتوصلك للهدف ده. فانا كان في الاول هدفي العلم، لان انا كده كده كنت شغال شغلانه عاديه في صيدليه بتوديني الكليه، يعني مصاريف الكليه من الاخر. مم. شكرا. فكان هدفي من الاول للاخر هو العلم، واني اشتغل بنتست. فبس حطيته بعد في النتيجه. شوف بقى المدخلات ايه. عاوز تتعلم مبدئيا كده الاساسيات، تخش في ويب وتتعلم حاجات في موبايل ومش عارف ايه، وحاول تنشر رايت ابس وشغلك على النت، وتمسك في انترنشيب وتخش في كابنتست بعد ما تتخرج ولا حاجة، أو أنت لسه في الكلية. ولكن الظروف بقى بتقول إن أنت كان في موجة غلاء وكلام من ده، مم. فأنت محتاج فلوس في أقرب وقت. و عشان تغير المعادلة الرياضية بتاعتك إن هي أنت خلاص بقى أنت تحتاج فلوس، هتخليها هي الناتج. فعشان توصل للناتج ده محتاج حاجات اللي هي باج هانتنج، وتبدأ تفهم ازاي الناس بيجيبوا الثغرات، وتبدأ تعمل ايه بروفايل حلو عشان تقدر تكمل عليه. طيب الحوار قال ان انت لازم تجيب باونتي على الاقل واحدة في اقرب وقت ممكن، عشان تثبت لأهلك ان انت مش محتاج تشتغل شغلانة تانية تجيب فلوس اكتر غير الصيدلية، عشان تعمل على تنفق على الجامعة بتاعتك. وتثبت ان المجال ده بيجيب فلوس، والمعضلة المعروفة بتاعت معظم الناس اللي في مجالك. مسكت بقى يا باشا. الهدف إن أنت لازم تجيب باونت في أسرع وقت، وتبتدي تشتغل على المدخلات بقى بتاعتك. اتعلمت معظم الثغرات، وبدأت أشوف معظم الرايت أبس ومعظم اللايف هانتنجز، ودورت بقى في إزاي أعمل الحاجات دي. شفت إن الميثودولوجيز اللي الناس ماشية بيها، لقيت في إن أنت واحد بيشتغل بأوتوميشن على معظم التارجتس، أو خلينا نقول على سكيل كل التارجتس اللي موجودة في كل البروجرامز. عملت اوتوميشن، ابتديت احط فيه كل الفيتشرز واشغل على كل التارجتس، وفشل. دورت على حد تاني معاه ثغرة واحدة بيمشي، يعني مش ثغرة واحدة، خلينا هو متعلم كذا ثغرة، ثغرتين أو ثلاثة، وبيدور عليهم في كل التارجتس وكده. حاولت في الحوار ده برضه ما جاتش معايا. ابتديت أدور على حاجة اسمها فيتشر بيزد بنتست. وخلي بالك الحاجات دي ما جاتش معايا مش عشان هي غلط، عشان ما حد برضه ما يجيش حد يقول لي لا ده فلان قال لا هو مش غلط. انا كنت بطبق عشان انا كنت في الاول كنت بطبق غلط. مم. في حاجات بتبقى انت مشكله في التطبيق بتاعك انت دي. انا كنت لسه ببتدي وكنت بدور زي ما قلت لك حوار متسرع في الاول. يعني حوار الاوتوميشن ده في ناس بتجيب من عشان بتطبقها بطريقه تانيه. اولا كده بيحطوا فيتشرز فيه او حاجات ما حدش بيدور عليها كتير. وانا بعدين طورت في حوار الاوتوميشن ده، وابتديت الاقيه بيجيب معايا يعني. فهي دي النقطه ان انا غلطت، فابتديت اتعلم من الغلطات.
أنا أكتر حاجة علمتني في المجال ده إن أنا غلطت كتير كتير أوي. فخلينا نكمل. ابتديت بقى إيه، أدور على أسرع حاجة ممكن تجيب أول باونتي. فابتديت عرفت إن هو الكولاب. دخلت كولاب مع كارم ده، وكان عنده برايفت بروجرام. هو الحوار عشان ريز. طبعا الثورة كانت جاية، وكانت أول ثورة ليا، وكانت بصراحة سهلة أوي. وكانت من عنده برايفت بروجرام، كان فيه زي بورتال موجودة على شودن. دخلت ديفولت كريدنشال، خلاص اكسس، بس اتقبلت. شكرا. فدي كانت أول ثورة ليا. كويس. بعدين بقى المعادلة خلاص انت اتظبطت على إن أول ثورة اتجابت. فده دلوقتي مجرد عاوز بقى إيه، دخل ثابت عشان تسيب بقى شغل الصيدلية ده خالص، تبدأ بقى تشتغل في المجال ده. آه، في الفترة دي بقى كان خلاص وصلت لمرحلة الشيء ده هو اللي فاضل لي، فاهم؟ اللي هو بدي كل حاجة في حياتي، مهمش كل حاجة عشان. وده كانت حاجة حلوة يعني الصراحة. في الفترة ديت يعني كنت مدي المجال ده كل حاجة، فقعدت أدرس بطريقة غبية واشتغل على نفسي جامد. ايه اللي خلاك تفكر بقى في الانترنشيب كبنتريشن تيستر وكده وتروح لها؟ وهل كان سهل انك تلاقيها ولا؟ ولما لقيتها طبيعة شغلك كانت ايه هناك؟ وفادك في الباك باونتي ولا لا؟ وكل الحاجات دي في حياتك كانت ازاي؟ المعادلة إن أنا دلوقتي عاوز أدور على شغل ثابت، فخلاص رجعنا تاني الحوار إن أنت عاوز تشتغل بنتست. فابتديت أدور إيه بقى، أكتر حاجات ممكن تقربني للحتة دي، اللي هي الانترنز. ابتديت أدور على انترنز من طبعا لينكد إن والحاجات اللي بتنزل. بس لقيت بقى على الفيس كان في شركات أو الناس اللي هو سي اوز في الشركات كانوا بينزلوا. كنت بقدم على كذا حاجة. ولكن أول حاجة جات لي أنا، للأسف يعني أنا كنت عامل حاجة في الجيميل إن هو ما يبعتليش نوتيفيكيشنز. أنا أي أبلكيشن بيزهقني كنت بلغي له النوتيفيكيشن خالص. فكان جات لي فرصة، بس للأسف أنا ما ردتش على الناس بعد ما ردوني. الحمد لله على كنت كل عامل شيء. كام غلط كده في السي في ومبهدل الدنيا يعني. فبعد كده ابتديت بقى أظبط إيه، أتعلم من الغلطات ديت وأظبط الدنيا. فابتديت أقدم على أي فرصة بتيجي، ترمي السي في هنا وهناك، لغاية ما جبتها في باج سوبر تقريبا. كان قدمت، وكان الناس اللي جوه يعني شافوا إن أنا أكتب على السوشيال ميديا، بشير رايت أبس وبجيب ثغرات وكده، وبشير حاجات عامل بلوج والكلام ده. فقالوا له ده شخص حلو وهاته وبتاع ونشوف. فدخلت معاهم في الانترن، والحمد لله يعني دي كانت من أكتر الانترنز اللي استفدت منها، أو أكتر حاجة كانت نقطة فارقة يعني. حتة إن هما، أنا ما كنتش زي ما قلت لك كنت بجرب معظم الحاجات غلط. فإن أنت تشتغل مع ناس في منهم كتير مجتهدين وناس ناجحين أصلا في الباج هانتنج وكده، فتشوف الدنيا ده جوه ماشية إزاي. وكان مدينا أكسس على ثغرات هم كانوا جايبينها في تارجتس عندهم. فأنا مسكت بصراحة قريت كله، ما سبتش حاجة. أنا في حتة المذاكرة دي كنت فظيع يعني. فمسكت شفت كله من أوله لآخره. ابتديت ساعتها أتعلم بقى إزاي أشتغل أو أعلي الريتم بتاع الشغل بتاعي في السرعة. إزاي تقدر تكفر معظم الأتاك سيرفيس بتاع التارجت بسرعة أسرع يعني. وتجرب ثغرات أكتر من نوع الهاي والكريتيكال. إن هو ديت كان أكتر حاجة في الانترن بيركزوا عليها، إن أنت بتعرف تطور نفسك في حتة إن أنت تتعلم ثغرات كتيرة أنت ما كنتش بتدور عليها كتير. يعني انت في البدايه في الباج هانتنج بتدور على اي ثغره وخلاص، اي حاجه تيجي في وشك، المهم يبقى في ثغره وفي بان. انما ده كان ودى دماغك لحته تانية، ان انت لا، انت ممكن تدور على ثغرات هي كريتيكال عادي بتلاقيها اهي. وكانوا بيدونا ريال تارجتس نشتغل عليها جوه ويب سويجر يعني. فكنت بتلاقي الثغرات اللي انت بتقعد تقراها في الرايت ابس وتقول ازاي يا جدعان الناس دي بتجيبها فين ولا بتلاقيها فين. لا، كنت بتشوفها وتتعلمها معاها. وبس يعني دي كانت اول انترنشيب ليا. وهل الانترنشيب اللي بعدها كانت نفس طبيعة الشغل ونفس اللي بتعمله كل حاجة؟ الانترنشيب اللي بعدها بطبيعة الحال كان فيها ناس كتيرة من اللي كانوا موجودين برضه في باجس وجر، فكان النظام شبيه ليها. وكان برضه فيها نفس الحوار إن أنت تطور الناس. بس هو كانت نوعا ما حاسس إن أنت فارق عن بقية الناس، إن أنت خلاص الحاجة ديت أنا دخلتها قبل كده. بس أنا كنت داخل الانترن دي بهدف إن هي في جوب بعدها، إن أنت ممكن تتوظف بعدها وتشتغل كبنتست. فدخلتها عشان الهدف ده يعني. بس من ناحية الاستفادة،
الاستفادة ما كانتش بنفس الاستفادة اللي كانت في الأولانية، ولكن كان في برضه يعني استفادة منها. هل الشخص الباج هانتر يقدر يجيب المهارات بتاعة الانترن اغلبها قبل ما يخش الانترن؟ يعني مثلا ممكن على طول ينتقل من باج هانتر لبنتريشن تيستر، ولا لازم الاول انترن؟ أنا شفت ناس بصراحة بتتنقل عادي، بس ده كان عنده اوريدي خبرة في الباج هانتنج يعني، وكان عنده شوية سكيلز حلوة، فكان كل الفكرة إن أنت هيدخلوه معاهم، وهو يعني بعد شهر ولا حاجة هيكون اتعلم السكيلز اللي هو ممكن ياخدها من الانترن دي. فأنا أعتقد إن هو ممكن يشتغل عادي بالتستر على طول. وأنا لما كنت بقدم على وظايف يعني، مش بقدم على انترنز في الأول، مش ده الهدف بتاعي يعني. اول شغل رسمي ليك بنتريشن تيستر، كان طبيعة شغلك كانت ايه؟ وفرقت كتير عن الانترن ولا لا؟ هو طبعا فرقت كتير، لأن أنت حجم المسؤولية اللي أنت فيها، والشغل اللي أنت بتشتغله وإزاي بيتبص له، غير لما أنت كنت موجود في الانترن خالص. وغير إن أنت بتربي، تعرف تشتغل ساعتها بقى مع الناس اللي موجودين بقى، السينيورز والناس اللي كانوا شغالين في البنتست والبنتست وكده، بتوع الشركة نفسها. غير إن أنت لما كنت تبقى موجود في الانترنشيب، كان يبقى معاك مثلا واحد منهم ولا حاجة، فكنت بتشوفهم بقى وهم بيشتغلوا، بتشوف الثغرات اللي بيطلعوها، وبيشوف لو بيشتغلوا على حاجة تانية غير الدومين اللي انت كنت مذاكره ساعتها او اللي انت عارفه ساعتها، فانت بتشوف الناس دي بتشتغل ازاي في الدومينات التانية وكده. غير ان هم كانوا بيشير نولج معاك وبيحاولوا، وطريقة التطوير انت كنت بتتطور اسرع بكتير مما كنت موجود في الانترن يعني، وبتتعلم دومينات جديدة. وانت في الشغل طبعا لازم يبقى ليك مثلا ان انت على اخر السنة هتكون متعلم ايه وكذا 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 وهكذا. فديت كانت أكتر حاجة فارقة يعني في الحوار، إن أنت تشتغل بنتستر طبعا، والسوفت سكيلز اللي بتكتسبها لما تكلم الناس يعني. اول باونتي ليك كانت من خلال كولاب مع شخص، فتقدر تقول مثلا انت جبتها مثلا بعد قد ايه من المحاولات مثلا في الباج هانتنج لوحدك او مع الكولاب؟ لا، هي كانت على مدة طويلة يعني، مش عارف، ممكن ما يقارب السنة ممكن. إن أنا كنت ابتديت مع الحوار إن أنا بذاكر، ولا أنت قصدك أول ما أنا دخلت على طول ابتديت أخش في الباج هانتنج؟ قول من ده وقول من ده، يعني انت من اول ما ابتديت تذاكر قعدت قد ايه تذاكر، وبعد كده ابتديت هانتنج قد ايه لحد ما جبت الباونتي؟ ومن أول ما دخلت المجال لحد أول بوت ممكن تكون، ممكن مش عارف، ممكن سنة مثلا. قعدت فترة طويلة يعني، سنة وممكن أكتر بحاجة بسيطة. ومن اول ما بدأت تهنت؟ آه أقولها إزاي، مش عارف، 4 شهور مثلا، 5. مدة طويلة يعني ملخص إن هي مدة طويلة. كنتش من النوع اللي هو، يعني أنا أقول لك كنت مستعجل، بس أنا كنت بدور بسودوجيز كتيرة. قعدت أحاول في الأول لوحدي كتير برضه. هل الكولاب فادك في الباونتي دي؟ كولاب عامة أكتر حاجات اللي فادتني، إن أنا عرفت ساعتها الناس شغالين إزاي. أنا في كلوبات كنت بخشها ممكن أكون ظالم نفسي في حتة الفلوس وكده، ولكن أنا على المدى البعيد أنا كنت عارف إن الحوار ده مفيد جدا. لان انا خلاص بقى، انت كده كده الشخص دوت معاك دلوقتي، انت كده كده بعدين ممكن ما يكونش معاك، انت خلاص انت ما هتستفاد من حته ان هو ازاي بيشتغل وازاي بيفكر. يعني في كلابات عادي كلاب مع ناس انا يعتبر مثلا بادئ قبلهم، او جبت صغار هم ما جابوش صغارات قبل كده، بس عادي لان انا بس عاوز اشوف الشخص ده بيفكر ازاي. واي حد بقى عاوز اشوفه ازاي بيفكر، كنت ببقى كلاب معاه يعني، واعرف النظام تفكيره ازاي وهو بيهندل. تمام. واول باج جبتها بعد قد ايه؟ انا قعدت شهور دوبليكيت، لدرجه ان كان في ناس بادئين معايا مثلا عمرو مصطفى والناس اللي بادئين معايا كانوا بيبقى جابوا ثغرات وجابوا باونتيز، وانا كنت لسه اساسا ما جبتش اول فاليد مثلا بج. حوار الدوبليكيتس ده كان معايا بطريقه غبيه، فهو اللي اخرني يعني كتير، دوبليكيتس وانفو. فممكن تلاقي البجه اللي انا جبتها الاولانيه، ممكن تلاقي اللي كانوا موجودين مثلا في ناسا والكلام ده، او قبلها بحاجه بسيطه. البلوج بتاعتك ما شاء الله كبيرة جدا وفيها حاجات كتيرة جدا، فعايز اعرف انت بدأت تكتب فيها مثلا من بداية دراستك خالص، وهل دلوقتي لسه بتخش تحدثها كل شوية ولا ايه؟ وممكن تكلمنا اكتر عنها، الفكرة بتاعتها يعني، لانها ما شاء الله يعني فيها حاجات كتيرة جدا ودومينز اكتر من دومين وكده. هو البلوج بتاعتي ديت ليها قصه يعني. انا كنت بجرب دايما الحاجات النوت تيكينج ابس، معظمهم جربتهم، لان انا كان عندي وسواس في الحته دي أوي. احب اخد نوتس وبحب اكتب اللي انا بذاكره، ولكن اكتبه فين واكتبه ازاي
وازاي يبقى متشاف لكل الناس، وكان نوشن ساعتها اشهر حاجة. فكنت بغير، كنت كذا مرة أروح ماسح كل النوتس بتاعتي واكتب تاني، وامسح نوت في المكان الفلاني عن ثغرة معينة، وأقعد أكتبها من أول تاني. وأنا النوتس كلها جيت هاب مرة، وأنا النوتس كلها نوشن مرة، ومرة أوبسيديان، لحد ما لقيت حوار جيت بوك كده. تقريبا كان جيت بوك بتاع حد، لو أفتكر من تقريبا محمد أشرف. فقلت خلاص أنا ممكن أعمل النوتس بتاعتي كلها هنا. وكده كده انا اساسا ايه، كنت عاوز اقلل من حته الاسئله اللي بتيجي في الخاص دي والاذر التقليديه. فقلت ان انا احط كل اللي انا اعرفه في مكان واحد، واي حد عاوز يسالني عن حاجه، خد يا عم اللينك بتاع البلوج اهي، فيها كل اللي انا اعرفه. ما يسوش فيها يبقى انا مش عارفها ورايح دماغي. فكنت من النوع ده يعني. فلما لقيتها لقيت ان شكل إن النص حلو، ويبقى اقدر اقسمها، وهتبقى شكلها عامل زي اسمها ايه البلوج اللي هي بتاعت هاكر وان بوك او حاجه زي كده، حاجه تريكس دي برضه. فلما شفتها بصراحه اتأثرت بيها جدا، وقلت إن عاوز اعمل حاجه زي كده لكن موجوده من النص بتاعتي أنا. فابتديت بقى اشتغل فيها، وكنت ساعتها بادئ بحاجات بسيطه يعني، وحاجات في الويب بس. فابتديت كل ما انا بقى بتعلم، كل ما بحط فيها، كل ما بتعلم حاجه في ثغره معينه احط فيها. ابتديت احط فيها بقى السكشن اللي هو يعني معظم الناس كانت بتيجي تشكر في السكشن ده، اللي هو فيتشر بيزد بن تيستنج او تيستنج. ان انا اقسم بقى الويب ابلكيشن عندي اللي هي مجرد فانكشنز بنستخدمها، واقعد اقرا في كل الرايت ابس عن ثغرات الناس، واقسم الرايت ابس بتاعتهم احاول جواب في اني فانكشن. وبكتب زي حاجه بسيطه كده ان هم جابوها زي ملخص الرايت اب كله بيتكلم عن الراجل ده جابها بطريقه ايه. بس وابتديت اقسمها بقى كذا فانكشن، وكل فانكشن احط جواها ازاي تتست عليها، ولو في لينك المكان اللي انا جايب منه او دارس فيه الثغره ديت بحطه، عشان برضو لو حد عاوز يذاكر من السورس الاصلي للثغره يروح ليه. وبس هي ديت فكره البلوج بتاعه. جميلة بصراحة، وفي ناس كتير جدا بتستفاد منها. الحمد لله، هذا من فضل ربي. ايه المصادر اللي اعتمدت عليها في البداية؟ طبعا انت قلت كنت بتذاكر من اكتر من مصدر. بس مثلا دلوقتي لو تحب تقول لحد في البداية يعتمد عليه اكتر حاجة، او ايه المصادر المفضلة بالنسبة لك؟ هو دلوقتي حوار اسهل من الاول بكتير بسبب ظهور الاي اي ده. الاي اي كان هيفيدني انا في بدايتي، لان انا ما كنتش بعتمد على انهي المصدر اللي انا هذاكر منه. بدور في كل حته لحد ما الاقي مكان بيشرح نفس المكان اللي انا الحاجه اللي انا بقول عليها يعني، سواء في يوتيوب او في بلوجز او في رايت ابس على ميديم او حاجه زي كده. فاكتر حاجه كنت بحبها هو هاك تريكس ده. اصلا غالبا المصادر كلها ببقى حاططها عندي يعني في البلوج. مم. هتحس ان كلهم حاجات حتى مش مشهوره يعني اذكرها. وانت مع مبدأ هو ده تقريبا مبدأ اللي اغلب الهاكرز يعني، او اغلب الباج هانترز ماشيين عليه. مفيش منهجية، وبتذاكر من كل حتة، اه، قراءات هو ده يعني الموضوع وتكست كان من ده. سبحان الله حتى عكس المنهج اللي كان ماشي بيه، اللي هو عرفني المجال الصح يا عم مصطفى يعني. هو كان ماشي في حته ان هو لا، انا ذاكرت ايه يا عمرو؟ ذاكرت اي جي بي تي. رايح فين؟ رايح الاي دبليو بي تي. ذاكرت ايه يا عمرو؟ ذاكرت اي دبليو بي تي. رايح فين؟ رايح الاي دبليو بي تي اكس. فاهم؟ هل اتعلمت موبايل وويب واي بي اي تيستنج في نفس الوقت، او ابتديت بايه ثم ايه ثم ايه؟ وايه اساسا اللي خليك تفكر تتعلم اكتر من حاجة مثلا من الدومينات دي يعني؟ لا، انا ابتديت في الويب، وبعد كده اتعلمت اي بي اي، وبعد كده اتعلمت موبايل. بس هو الاي بي اي والويب ممكن تتعلمهم مع بعض عادي جدا. انما بعدها بدات اتعلم بقى الموبايل لما عرفت ان هو المجال في مصر لازم تتعلم، يعني عشان تشتغل لازم يكون معاك 2 دومينز على الاقل. فابتديت بقى ساعتها اتعلم موبايل، وده خد مني وقت لان انا كنت بتعلمه بجانب بقى الشغل والهانتنج والكلام من ده. كنت ابتديت مع بلاك بيلت، هو اللي دخلت أتعلم عليه موبايل، وأحل بقى ستيفات هو بيحطها، وفي حاجات برضه ستيفات براها مشهورة موجودة على جيت. بس كده. ازاي الواحد ممكن يلاقي internships بسهولة لو هو لسه بادئ؟ هو الانترنشيبس أنت ممكن تقدم عادي، بس عشان تتقبل يعني وكده هتحتاج إن أنت تكون تعرف تظهر نفسك في المجال. يعني إنك تكتب رايت أبس كتيرة، تنزل ثغرة حلوة أنت جبتها، تشير نولج مع الشباب موجودة في الجروبات.
فيبدأ اسمك يتشاف، فلما تيجي يشوفوا السي في بتاعك يقولوا الاسم ده أنا شفته قبل كده. لأن الناس ما بتعتمدش أوي على حتة اللي هو يبص على الحاجات اللي أنت كاتبها في السي في، أو ده اللي يعني اللي أنا شفته أو اللي قابلته. كانوا بيعتمدوا أوي على حتة إن هو أنت شغلك عامل إزاي. وأنا كمان ما كنتش بعتمد على حتة الشهايد والكلام ده. يعني ما سرتفتش ولا شهادة، مع إن كان قدامي أسرتف كذا شهادة. بس أنا مش من النوع اللي بيحب الشهايد وإنه يسرتف شهايد وكده. فكان كل اعتمادي على مصب على حتة إن أنا بشير نوليدج، وبحاول إن أنا أبان يعني. لو رجعت تبدأ من الأول هتركز على إيه أكتر؟ أعتقد أنا ما كنتش هوصل للمكان اللي أنا فيه دوت إلا بالغلطات اللي أنا غلطتها. أكتر حاجة اتعلمت منها بصراحة هي غلطاتي يعني. والطريق اللي أنا مشيته دوت لو كنت رجعت كنت أتمنى إن أنا أمشي تاني. يعني ممكن مثلا نلخص الإجابة في إنك تركز أكتر على إنك تكمل، عشان إنك هتكمل هتغلط وهتتعلم الغلط. ممكن ما كنتش اتسحلت في حوار الأوتوميشن ده فترة طويلة، كان ممكن أستفاد أكتر. لأن أنا في فترة قعدت اتسحلت فيها في حوار إن أنت هتعمل أوتوميشن لمدة طويلة، هتعمل أوتوميشن على التارجتس كلها وهتجيب ثغرات ومش عارف إيه. الحوار ده طلع فيستك بطريقة غبية. إن كله بيعمل في كتير عملوا نفس الفكرة يا ابني، وكلهم رنوا نيوكلاي سكريبتس وجابوا الثغرات قبل ما أنت تسلمها مثلا بكتير. فكنت بخش تاخد الدبليكيت قبل ما تخش أصلا. فالحوار ده إنك تعمله على البابليك بروجرامز مش بيجيب همه، الا لو انت معاك حاجه مش مع حد. او انت مثلا بقى قعدت تدور شويه في ناس في جيت هاب بيعملوا برايفت تمبلتس وبيحطوها في الريبوز بتاعتهم من غير ما يشيروها وينزلوا على تويتر والكلام ده. فكنت ممكن تخش وتشوف يعني التمبلت اللي هو هضافه واعمله بوش في الريبو بتاعته، وتستخدم التمبلت ده وانت كمان ترن. في حاجات بيبقى هو مفوتها وتجيب منها ثغرات عادي وتاخد باونس. ف انما بقى حوار ان هو كان نازل وترن بقى انت كل الثغرات بتاعت نيوكلاي على كل الناس على كل البروجرامز الموجوده، ما بيجيبش خالص. ضيعت فيه وقت على الفاضي بصراحه. في بداية مشوارك في الباك باونتي، إيه الثغرات اللي أنت ركزت عليها وأنت بتهنت في البداية؟ اللي هي الاو اس بتوب 10. يعني معظم الوقت كنا بنركز على حته الاكس اس اس وثغرات الاي دورز وثغرات البريفليج اسكليشن. ف ديت اكتر الثغرات يعني اللي كانت بتتلاقى، فكان الناس دايما بتبقى مركزه عليها بس. بس هل دي أكتر الثغرات اللي بتتلاقي دلوقتي؟ هل دي اكتر الثغرات اللي بتتلاقى دلوقتي؟ زي هو بص، انت لو زي عاوز زي مثلا يعني. تمشي بقى، انت أنا عن نفسي يعني اللي اعرفه ان انت ممكن تذاكر كل الثغرات وتشوف ايه اللي انت جاي، اللي انت يعني شايف نفسك فيه احسن، وتبدا تنط بيه. ان الثغرات كلها بتتلاقى، ولكن هي بتختلف على حسب البيزنس بتاع الشركه اللي انت هتنط عليها. يعني في جانب مهمل شويه يعني، حته ان انت بتبقى داخل التارجت ده شغال ازاي. يعني اللي انا ماشي بيه دلوقتي انا ببقى عارف معظم الثغرات، فمش مش بتفرق معايا انا اخش اجيب ثغرة ايه. مش بس السؤال ده قصدي. انا بخش بشوف التارجت دوت شغال لي ازاي. وده الحاجة اللي اتكلمت عليها في اخر بوست ليا، ان هو انت بتشوف الاندستري بتاع التارجت بتاعتك، وبتشوف الناس ايه الثغرات اللي تبقى موجود فيها، ايه المسكونفجريشنز، ايه اشهر الفيتشرز اللي موجودة فيها. تبدأ بقى تشتغل على الحتة دي. هو ده اللي انا يعني ماشي بيه دلوقتي. ان انا في اول ما بخش التارجت في الاول ببقى بشوف اقرا شويه عنه، واشوف اعمل كذا اكونت بكذا ورج بكذا رول والكلام ده. وعلى حسب الفيتشرز والحاجات اللي موجوده فيه ببدا احط في دماغي الثغرات اللي ممكن تتلاقي فيه، سواء لوجيك او انجكشن او الكلام ده. إمتى قررت تركز على الباك باونتي وتسيب الشغل كابن تستر؟ هو بعد ما بقيت خلاص في اخر سنه في الكليه وهخلص، وابتديت بقى يبقى عندي خلاص حصيله من البرايفت بروجرامز حلوه، ابتديت اعمل بروفايل وخلاص معايا. يعني سامي بقى قمت معاه معظم الوقت، وهو برضه معاه بروفايل حلو اتقل من حتى من اللي معايا. يعني كنت معظم الوقت في الأول بهنت على بروفايل سامي و... وكارم. فهتلاقي حتى إن أنا كان في كوارترات ما بجيبش فيها من التوب 10، بس لو الثغرات، لو الريبيتيشن اللي هم كانوا بياخدوها من الثغرات اللي احنا كنا بنكولاب فيها كانت موجودة عندي برضه، كنت ممكن أجيب توب 5 مثلا. فاهم؟ فابتديت بقى بعدين خلاص، قلت انا كده كده هخلص الكليه. الناس كلها دلوقتي تقول لك موقفك إيه من الجيش ومن الكليه والكلام ده، فصعب ان انت تشتغل تاني كبنتست. فقلت خلاص انا هبدا احاول السنه دي من اخر سنه كليه لحد ما اتخرج،
إن أنا أعمل بروفايل يخليني أقدر أكمل كفول تايم باج هانتر يعني. خلاص حطيتها في النتيجة وابتديت أشتغل على الحاجات اللي ممكن توصلني لحاجة زي كده. ابتديت أعمل على هاكرون بروفايل بإن أنا أحاول أتواصل مع الشركات اللي هم موجودين عند مثلا عند سامي، وأجيب الإيميل بتاعهم وأخش معاه في نفس البروجرام ونهنت مع بعض ونجيب ثغرات، البرنامج يظهر عندي وآخد ريبيتيشن. فبدأت حصيلة البرايفت بروجرامز عندي تزيد. وطبعا عشان أنت تشتغل فول تايم باج هانتر، أنا شايف إن أنت لازم ما يكونش عندك منصة واحدة بس هي اللي مصدر دخل ليك. فابتديت أشوف بقى منصات تانية زي سوهاك وباك جراوند يعني شفت منصات كتيرة، ولكن اللي جه معايا بصراحة هي سوهاك. هي سوهاك بتلاقي الرد بتاعهم سريع، وعلى حسب على حسب البروجرام بقى بتتعامل. يعني في بروجرام هيبقى الرد وحش والصغاء وممكن ما يردش أصلا. في بروجرام مسلم له من 6 شهور مثلا ما ردش خالص. فيسو هي فكرتها على حسب البروجرام. فأنا كنت بتعامل بقى، يعني كان بيبقى بيقابلني مثلا بروجرام حلو كنت بهين هكذا يعني. وكان عندي حاولت الباك جراوند، بس بصراحة ما جاتش معايا نتيجة. بس هو الفكرة إن أنا عملت أكتر من بروفايل على أكتر من منصة، وابتديت أكبر حتة البرايفت بروجرامز وأظبط حتة إن أنا أكولاب مع حد يقدر يكمل معايا بقى. فأنا زي ما قلت لك بكولاب مع ناس كتير، ولكن كان برضه لازم أبقى عارف إن أنا هكولاب مع في واحد لازم هكولاب معاه على طول بقى. فكان نوت سامي زي ما قلت لك في الأول، مع إني ما كنتش متوسم فيه إن هو يبقى كده، ولكن هو من نوع الهارد وركر بس من الناحية العكسية بتاعته، اللي هو يبقى عنده عارف كم علم في كام حاجة قليلة، ولكن اللي يعرفه بيطبقه أحسن تطبيق. فكان هو مجتهد وهو دلوقتي الأول على هاكر وان، فكنا بنكولاب مع بعض. فبس كده معاك كولاب ومعاك تارجتس كتيرة ومعاك بروفايل، فدوت ممكن يخليك تكمل يعني فول تايم باج هانتر. وطبعا لازم ما تاخدش خطوة إن أنت تبقى فول تايم باج هانتر ديت إلا لو أنت معاك مثلا فلوس تكفي سنة. ايه اللي خلاك بشكل عملي تكون من التوب 10 باج هانترز في مصر؟ هو حتة إن زي ما قلت لك إن أنا جربت لما كولبت مع ناس كتيرة بقى عندي فكرة عن معظم الطرق اللي الناس بتشتغل بيها. فابتديت إن أنا بكون زي باخد من ده ومن ده ومن ده وبكون ميكس كده خاص بيا. وحتة إن أنا بكولاب برضه مع حد يشجعني على الشغل، إن ديت من الحاجات اللي كانت بتضعفني في الباك بونت، إن أنا ما كنتش بعرف أمسك نفسي في الشغل كويس. ولكن لما اشتغلت في الانترن وكاشتغلت كبنتستر، حتة إن أنت تجبر نفسك على الشغل لعدد ساعات معين دي عرفت أعدلها. ودي حاجات ممكن ما تبانش، بس هي فرق أوي 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 في حتة إن أنت تبقى باج هانتر. بالنسبة للكولاب، ايه رأيك فيه؟ وطبعا انت اكيد بتعشقه، بس قصدي مثلا ازاي بتنظمه؟ ازاي ابتديت اساسا الموضوع ده؟ يعني اول مرة عملت كولاب كان يعني لقيت واحد مثلا بيتست، دخلت قلت له والله انا عايز اتست معاك. وازاي بتنظم الفكرة وتشير النوتس والشغل ده كله ازاي بيحصل؟ لان طبعا في ناس كتير لما مثلا بنيجي نعمل كولاب مع حد بيبقى النظام مش مظبوط افضل حاجة. فايه نظامك في الكولاب بالظبط؟ هو الكولاب من المواضيع الشائكة في الباك جراوند بالذات، الناس واللي بتكرهه. بيخسر الناس من بعض ويعمل مشاكل بصراحة. مم. فأفضل إن أنت دايما يكون أنت متفق مع الشخص التاني اللي هتكولاب معاه على كل حاجة من قبل ما تبدأ الكولاب أصلا. والأفضل إن أنت تكولاب مع شخص مرتاح، يعني ما تكولابش مع شخص أنت دخلت له تويتر يلا نكولاب وخش معاه. أو ده اللي أنا بعمله يعني. بتكلم مع شخص أنت أوريدي اتكلمت معاه قبل كده كتير وعارف، يعني شخص ثقة إن أنت تأتمنه على حاجة زي كده. أه وشخص تكون عارف إن أنت لو عملت كولاب معاه هتستفاد، مش بالكولاب معاه مثلا عشان هو خلاص من التوب مش عارف كام على هاكر وان. ومعظم الحاجات اللي التوب مش عارف كام على هاكر وان ديت مش بترفلكت أي قوة للشخص يعني. أنت ممكن تلاقي الشخص الأول والشخص التاني ال 18 الصفوة منه، هتلاقيها حتى باينة في حتة الإمباكت بتاعه كل ما يعلى، ده معناه إن السعرات اللي بيسلمها السيفرات بتاعتها عالية. فالشخص ده بيسلم حاجات كريتيكال هاي، إنما الشخص التاني ممكن يكون بيسلم حاجات في بروجرام ميت أصلا ومليان ثغرات فمحدش بيشتغل فيه. يعني أنا أعرف كان قبل الأوديسي قبل كده تارجت مثلا بيدفع 50 لو 100 مش عارف ميديوم وكلام من ده. فأنت محدش بيشتغل عليه. أنت لما تخش تجيب ثغرات فيه أنت كده مش معناه إن أنت قوي ولا أي حاجة. بس ممكن تجيب نفسك الأول على هاكر الأول على مصر مثلا، بس ده دوت مش بيرفلكت إن أنت قوي في المجال.
فانت تختار الشخص الحلو، الشخص الصح ان انت تكولاب معاه، والشخص اللي انت تستفاد منه، وتبقى متفق على كل حاجه في الاول. انما الاتفاق بقى شكله عامل ازاي، ده على حسب. يعني لقيت ناس بتشتغل مش انا عن نفسي لما بشتغل مع حد خلاص، طول ما احنا شغالين 50 50. في ناس بتشتغل اللي جاب الثغرة نسبة، والشخص اللي كان معاه التاني نسبة تانية. إنما يعني ممكن تسأل ناس كانوا شغالين معايا، ممكن ثغرات لو كنا أنا جبتها هو ما كانش بيشارك فيها أصلا، أو ما شاركش في الثغرة نفسها في حاجة. بس هو خلاص أنت في شغالين مع بعض، يعني الثغرة 50 50 مع بعض. بس يعني هو حتة إن أنت تتفق دي أهم حاجة. تمام. طب ومن حيث النظام، هل مثلا انتوا الاتنين بتستوا على نفس الثغرة ونفس الفانكشن كل حاجة، ولا بتقسموا انت تيست اكس اس وانا على تيست ايدور؟ طيب هو احنا ما بنقسمش تيست اكسسس وتيست ايدو. لا احنا كل واحد عارف ثغرات معينة وقدامه التارجت، فبنبدأ نتست مع بعض. اللي بيتست حاجة ده نظام مشيت بيه، يعني ان انت بتكتب على نوشن مثلا، عامل ورك سبيس على نوشن، انا عملت تيست على كذا ثغرة كذا، فاهم؟ ده لو انتوا مش مع بعض في نفس الكول. انما لو مع بعض في نفس الكول بتبدأ بقى تظبط مع بعض ان انا عملت تيست هنا على كذا كذا، وحاسس ان ممكن يجي منها حاجة على يساعدني كده. فالفكرة ان انت بتقسم بعض على الفانكشنز بتاعت التارجت، مش كنتش بقسم بصراحة ثغرات. تمام. في وعلى اسئلة حسب بس. برضو الفيز بتاعت اللي انت مش، يعني انت دلوقتي في حته ان انا لو مع سامي مثلا فخلاص احنا عارفين بعض، في حته ان احنا لسه بندور على بروجرامز. في اوقات كنا بنشتغل فيها على اكتر من بروجرام في نفس الوقت. يعني هو شغال على تارجت وانا شغال على تارجت تاني، ومعانا مثلا عمرو مصطفى شغال على تارجت تالت. عادي جدا ما دام انت لسه ما اخترنا ما رسيناش على تارجت لسه. وكان اللي بيجيب ثغره طبعا بتبقى كله بنفس النسبه. ازاي بتختار البروجرام اللي هتشتغل عليه؟ طيب زي ما قلت لك انا ببقى بكولاب، فبنبقى شغالين عادي على أكتر من تارجت في نفس الوقت عشان نشوف التارجت المناسب. فإزاي بندور أو بنقيم التارجت المناسب ديت على أساس إيه؟ يعني اللي لقيته شغال بيه سامي وكارم، هو ممكن يبقى ماشي إن هو بيسلم ثغرات ريسك عادي جدا لكذا تارجتس كتيرة في نفس الوقت. فثغرات الريسك ديت بتبقى بتلعب ما بين حتة انفو ان ايه عادي جدا. أنا ما انصحش بالطريقة دي، بس هي دي الطريقة اللي ماشي بيها. فالمهم التارجت ممكن تارجت يروح بقى ايه قابل الثغرة دي، فكانوا بيخشوا يبهدلوا اللي جابوه بقى. بص الثغرة دي ممكن يجيبوها في كل الدومينز، يجيبوا له ثغرات تانية. خلاص بقى لقينا تارجت ايه التيم بتاعه محترم. فانت بتختار التارجت على اساس ايه؟ على اساس التيم بتاعه، مش على، ده اللي انا ماشي بيه، مش على اساس بقى هو وايد سكوب ولا سمول سكوب، مش عارف ايه. في فتره كنت بختار على اساس الاندستري. انا كنت حابب مثلا ان انا اجرب ساعتها الميثودولوجي بتاعت الناس اللي شغاله اندستري بيز، اللي هو بيجرب ب... عنده ثغرات مثلا، او هو شاطر في حته ان هو يجيب ثغرات في الشوبس، شوب التارجتس بتاعت الشوبينج والكلام ده. انا كنت ساعتها بقى بحب التارجتس اللي هي بتاعت اللوكاليزيشن وترانسليشن والكلام من ده. فكنت جبت تارجتس ديت موجوده، مثلا جبت اللي فاكر وانا شغال بيها، واللي في سوهاج شغال بيها، واللي في فاكر هو شغال بيها، اتهمت عليها. فعجبتني قوي ديت. في ناس كان مش فاكر مين مع فارس وإيد هو اللي كان قال النقطه ديت، عجبتني قوي لما جربتها. اللي هو كان بيخش تارجت كان بيخش هاكر 1 بيحب يختار اندستري معينه يهمت عليها. كان تقريبا محمد خالد او حاجه زي كده. فجربتها وبصراحه كانت طريقه حلوه قوي. بس الطريقه اللي انا شغال بيها دلوقتي انا ومع سامي والناس دي، ان هو انت بتخش بتشوف بتسلم ثغرات في كذا بروجرام، اكتر من بروجرام في نفس الوقت. فممكن تكون عندنا مثلا، عندي دلوقتي وانا بكلمك ممكن 81 ثغره نيو. بنسلم ثغرات كتيره في بروجرامز كتيره واللي قابلنا. انت وبسبب بتشتغل على حوار الهاكر الفازنج؟ اللي لسه عاملاه كتير. لا انا قصدي انت بتعمل فازنج للتيم، بتشوف اللي هيجيب آه بنفلتر ريسبونس اللي فيه كويس. حلو. بنفلتر اللي فيه حلو، ودلوقتي مش بنختار بالثغرات الريسكي بس يعني. وكنا ساعتها لسه بنبتدي، فانا بكلم برضو علشان الناس اللي بتبقى لسه بتبتدي، حب يلقط حاجه من كلامي هيتفيده يستفاد منها. اللي هو احنا كنا ساعتها لسه بنبتدي، فكان اللي عارفين اصلا ثغرات مش كتير، وكان في كام ثغره كده ريسكي الناس مش بتحب تسلمها. فبنبقى عارفين ان هو احنا بنسلمها بنسبه كبيره مش دوبليكيت، بس يعني ممكن تجيب ان ايه فاهم. فانت وحظك. فكنا بنبلع انفو كتيره، بس كان بيجي لك بقى اي بروجرام حلو فتقعد تنفع نفسك. وفي طريقه برضو كنا ساعتها لسه بنبتدي، جبنا الثغرات جبنا البروجرامز الموجوده على هاكر ون القديم. الناس كانت بتشتغل على الجديد. طبعا الناس بتبقى قاعده مستنيه اجدد بروجرام فين، وتخش تحاول تهنت عليه ده يقول لك ده
مش ما تهرسش تيجي تبص القديم كده بقى يا عم ده مهروس، ده 500 ثغره موجوده فيه. بس على العكس تماما بيبقى البروجرام قديم، بس هو اكيد بيعدل الكود بتاعه ويضيف ابديتس جديده وفيتشرز جديده، والناس نسيته خلاص بقى، انت بتتكلم في بروجرام ميت. وكنا بنخش يعني، وكان الحمد لله في بروجرام ساعتها كان بابليك، من ادم البروجرام زي هاكر 1، بس جبنا فيها ثغرات كتيره. كنت كتبت له رايت اب ساعتها على البلوج بتاعتي. فنقطه ان البروجرامز القديمه دي كانت نقطه حلوه قوي. طريقة لاختيار البروجرام أول مرة أسمعها. لا هو بص، اللي بيفرق في المجال ده حته ان انت تحاول تدور على فكره مش ناس كتير بتفكر فيها. هو زي ما قلت لك، هو المجال ده مشكله الباج هانتنج، هو حته ان انت كل ما اخش اسمع لحد يقول لك اعمل مايند سيت لنفسك. يا عم والله انا هموت اعرف اعمل ازاي مايند سيت لنفسي. هو تجرب. بعد ما قلت له ايوه بالظبط، هو ده اللي انا ماشي فيه. عشان اعمل مايند سيت لنفسي اجرب كل حاجه ما قابلها، لحد ما تلاقي نفسك انت لقيت حاجات بتنفع معاك، فالحاجات ديت بقى بتبدا ايه، تبني بيها انت الميثودولوجي بتاعتك. بس مش بتحس أوقات الطريقة اللي أنتوا بتختاروا فيها البروجرام دي، يا عم بص ده تارجت شكله تعبان والريسبونس بتاعه ميت، مش هنبعت له حاجة أساسا؟ انا كنت بعمل كده، بس بعد ما دخلت الانترنشيب اللي قلت لك عليها دي، بقيت في التارجت اللي بيجي لك تشتغل عليه. ما يهمكش بقى صعب سهل، وخلاص انت بتسعى والاجر على ربنا. فما كنتش بخش حتى، ممكن في تارجتس او معظم التارجتس ما كنتش بخش اشوف حتى ايه البروجرام ديسكريبشن بتاعه والكلام ده. يا باشا هو شوف المعلومات عن التارجت حلال، وش البيزنس بتاعه شغال كذا، خش تعال نشوف يلا بينا. فما كنتش بتوقفني حته ان التارجت لا ده باين عليه صعب، لا ده باين عليه ميت. عادي، انت خش جرب لقيته ميت خلاص. بس أكيد الطريقة دي بتوقعك كتير في حاجات، مثلا ممكن تكون 40 مثلا ولا 30% من اه الثغرات اللي للاسف. بتسلمها التيم مثلا مش بيرد عليك، لأنك طبعا ما بصيتش على الإحصائيات والحاجات دي كلها. ف ايوه مع دوت، زي ما بقول لك كنت شايف عنده 81 طلع نيو، في منهم اللي ميت من شهور، في تارجتس ما بتردش فيها. انت انت كفول ماشي على تايم الطريقة بقى دي. باج هانتر، فانت كده كده هتشتغل كل يوم، هتشتغل بقى، ترمي. وهتيجي بعدين في اخر الشهر تشوف انت عملت كام وخلاص. صح، النصيحة المتدرجة سلم وارمي، ما تركزش معاه. اه دي حاجه حتى كان يعني سامي وعمرو مصطفى والناس كلها مستغربينها مني، ان انا حتى نوتيفيكيشنز الجيميل ما بتجيليش. يعني قبل كده دخلت تارجت، آه يعني قبل كده دخلت عندي على اسو هاك، لقيت ان في بنت كانت جايه لي من 10 ايام وانا ما كنتش اعرف. والله دخلت في فلوس كانت عندي يا ابني من 10 ايام، انا ما اعرفش ان هي مصر اصلا. طب بيبال اساسا هو النوتيفيكيشن مش بروجرام، جايه لك برضو؟ ما هو اسو هاك ما اشتغلش بيبان. اسو هاك ما بيبعتش اصلا الا لو انت دخلت عملت مانوال رحت تعمل اه. ان هو انت ويزدرو. ف على عكس مثلا هاكر 1 ممكن تعمل ان هو بيبعت لك ديلي كده كده، طب كده اكتر فممكن حد يجي لي بيرمي في الحياة. ترياج وسبعة نيد مور انفو وثمانية مش عارف ايه وحد ولا اخش تاني يوم ولا بعدها بيومين كده، يا رجاله في الكلام أنا اتفاجئ ضرب نار. ايه الحفله دي كلها كانت من غير ايه. الناس كلها بتصحى تشوف الايميل بتاعها، وانت بتصحى تخش تهنت، انا مش هبص على ايميلات انا. فديت دي نقطه عندي موجوده ومش موجوده حتى في سامي او عمرو مصطفى بيقعدوا يكلموني عليها، بس انا نقطة من النوع غريبة. ده يعني من الاشخاص اللي ما بحبش ازعاج. وقت الشغل شغل، ووقت غير الشغل ما مش عاوز اي حد يسمع كلامي. بعد ما بتختار البروجرام بتاعك، ايه الميثودولوجي او المنهجية بتاعتك؟ مين بتمشي ازاي؟ بتعمل ايه؟ بتحب الريكون بتتعمق في الريكون ولا بيكون خفيف؟ بتشتغل مانوال ولا اوتوميشن؟ ولو اوتوميشن، بتبني لنفسك سكريبتس وتول وبتخلي الاوتوميشن بتاعك متقدم ولا ايه؟ هو في العادي بعمل ريكون خفيف بس يعرفني التارجت، واخد فكره عامه عن التارجت وايه السب دومينز الموجوده فيه وايه التكنولوجيز اللي موجوده فيه. فانا عندي فريم ورك كده بستخدمه، اسمه اوتو ار، موجود على جيت هاب. انا حاجه عامه عندي هتلاقيها بابل. فمهم ان انا في الاوتوميشن بتاعي دوت حاطط فيه حته سب دومين انوميريشن. اول حاجه بيعملها بيجيبها من سورسز الاي بي ايز بتاعت حاجات بابليك، وطبعا سب فايندر. انا عامل فيه فيتشرز كتيره، بس مش في كل فيتشر ما بتعمقش فيها جامد. فاهم قصدي؟ يعني انا مثلا في السب دومين انوميريشن في ناس عامله تول مخصوصه او اوتوميشن مخصوص في السب دومين انوميريشن بيتعمق في السب دومين على اخر. هو ده عادي صح، بس انا مش عامل كده هنا. تمام، وطبعا بخليه يحفظ بقى الحاجات دي. حاجه مهمه جدا في الاوتوميشن بتاعك ان هو بيحفظ اي حاجه من عندك على داتابيز، بحيث تقدر ترجع لها بعدين. فانا عامل ان هو بيجمع السب دومينز واليو ار از والكلام ده، ويحاول يحوله ايه بقى
على الداتابيز عندي ويحفظها فيه. طبعا بيعمل ديتكشن للتكنولوجيا اللي شغال بيها كل سب دومين، بحيث ان انا ابقى فاهم برضو السب دومين ده شغال ازاي ايه وازاي، وتبقى عارف ان انت لو معاك مثلا ميس كونفجريشنز لتكنولوجيز معينه، تحاول تجيب من الداتابيز عندك كل التارجتس اللي انت اشتغلت عليها من زمان، فاهم قصدي، وتروح ما عامل عليها تكنولوجيا ديتكشن، وتعمل جريب التكنولوجيا اللي انت لقيت فيها الثغره ديت او الميس كونفجريشن ده بعد ما عملت ريسيرش فيها، وتحاول تشغل بقى ايه على كل التارجتس دي تجيب ثغرات. فدي طريقه بصراحه بتفرق بطريقه، يعني بتفرق جامد جامد ان انت يكون عندك سب داتابيز، في حته ان انت لو عملت ريسيرش او في سي في جديده ظهرت او حاجه زي كده، تعرف تكون من اوائل الناس او من اسرع الناس اللي توصل لها. انت مش محتاج بس تجمع سب دومين انفورميشن، كده كده اساسا عندك السب دومينز وعندك اليو ار الز، عندك التكنولوجيز بتاعتهم، فانت هتجرب بس. تمام. وبعد كده بيعمل بقى بورت سكاننج عادي، و يعمل جافا سكريبت اناليسيز العادي برضو، مش بتعمق جامد. بس جافا سكريبت اناليسيز معايا بيفرق في حته ان انا الريجكتس اللي مجمعها. فكان في حد في جيت هاب مجمع، مش عارف هو الالفا او حاجه ريجكتس، فكنت واخد من الفايل دوت، وعامل طبعا في الاوتوميشن بتاعي ان هو يماتش بالريجكتس دي، وعامل كان في برضو كذا حد منزل النوع ده، فكنت بجمع كل الريجكتس دي واحطها. في حاجات بتبقى ريسكي، فبخليها بقى ايه، في زي فلاج كده، ان انا اقدر اخليه يفعل ريسك اناليسيز ولا لا، او يبعته له في فايل مختلف. يعني هو انا عندي عامله ان هو يبعته لي في فايل الحاجات اللي هو متاكد منها، والحاجات اللي هي مش متاكد منها في فايل تاني. تمام. وبعد كده في بقى بيعمل فولنربيلتي سكاننج بقى بالنيوكلي طبعا. بس في زي ما انا قلت لك في نص الكلام كده، في برايفت نيوكلي تمبلتس تبقى موجوده عند الناس في جيت هاب، مش بينشروا عنها. فانت تجمع البرايفت دي، ممكن يكونوا بينشروا مش عارف، بس انا يعني متابعهم في جيت هاب. لما بيحصل ان هم بيضيفوا برايفت تمبلت بجيبه وبحطه عنده، لان هو البرايفت دوت بيقلل لك نسبه الدوبليكيت. انت دلوقتي بتنافس واحد او الناس اللي شافوا الريبورت ده، مش بتنافس كل الناس اللي عند النيوكلي تمبلتس ريبو البابليك العاديه. بعد كده طبعا بيعمل بقى باترن ماتشنج بالجي اف عادي، للحاجات البارامترز والكلام ده، بحيث ان برضه لو تارجت كبير فديت بتجيب اللي هو انت عارف البارامترز دي فيها اكسس اسمه داخل تجارب اكسس اس، والبارامترز ديت بيبقى موجود فيها ال اف اي داخل تجارب ال اف اي، هكذا. بعد كده بقى بيبقى فيه بقى فازنج، برضه لسه مش كبيرة أوي. برضه لأن زي ما قلت لك بحاول آخد لمحة عن التارجت، مش داخل أفظ جامد. لأن أنا لو أفظ جامد بقى وكده، بخليها مع نفسي أنا، مع أنا والتارجت والفاظ. بس ده بياخد بقى إيه، فظ سريع بمعظم الحاجات اللي موجودة. وأنت ممكن تجمع الحاجات اللي هي بتبقى فايل اكسبوجرز، سنسيتيف داتا اكسبوجرز من اكس، تعمل دروبنج كده على اكس من الحاجات اللي هو تلاقي ناس بيقول لك اد ذيس فايل تو يور وورد ليست. الحاجات ديت لازم تكون معاك، ما ينفعش ما تكونش معاك، ده واحد. بعد كده بقى بقيه الحاجات التانيه بتاعت الفازنج العاديه. بيبقى في بقى بعدين سيكوال انجكشن سكاننج بقى، واكس ديتكشن بدال فوكس، و سبدومينت اوفر ديتكشن. وزي ما قلت لك بيبقى فيه دي ان اس ريكوردز تانية الناس بتجيب فيها صورة، مش لازم السب دومين وتشوف السي نيم والكلام ده بس. زي ما قلت لك دخلت تارجت قبل كده، كان في واحد مسلم كذا تارجت، يعني ثغرات كتيرة قوي. ان اس تكوف، دي ان اس تكوف. فكرة بصراحة بيعمل، بس بيشوف الدي ان اس ريكوردز بتاعت السب دومين ده، بيلاقي ان الان اس او النيم سيرفر شغال معتمد على حاجة كلاود، فبيروحوا يشوفوا اليوزر نيم ده بيتاخد ولا حاجة، ما بيلاقوش فبياخدوا. وكان في ريبو زي كان اي تيك اوفر اكس واي زد، في ريبو تاني كان اي تيك اوفر دي ان اس، دي هتفيدك في حاجة زي كده. ده انا حاططها عندي في الاوتوميشن. في بعدين بقى بيدور على البوت ميثود سكاننج. هو بيحاول قبل ما يدور على البوت ميثود في السب دومينز العادية، يجيب يحاول يديتكت الاس اس في باكتس للتارجت او السب دومينز دي. يعني الاس اس 3 باكتس بتاع التارجت يحاول يجسها عاملها انا بطريقه فازنج وبطريقه تول تانية كده كانت موجوده برضو على جد. وبعد ما يجس الحاجات ديت يشوفها يحاول يعمل بوت سكان، يشوف البوت مثل انيبلد ولا لا. لو انيبلد انت طبعا هتجيب منها حاجات صعبه، يعني انت هتجيب ممكن ستورد اكس اس اس اقل حاجه. طبعا بيبقى فيه بقى الحاجات دي انتجريتد مع الديسكورد، ففيها التول دي بتبعت لها على الديسكورد كل الابديتس.
في ان هو بيعمل زي ما قلت لك الفيتشر سكاننج، اللي هو بيقعد يشوف لو التارجت ده منزل فيتشرز جديدة أو حاجة، بيبعت لي على الديسك. ودي زي ما قلت لك فرقت جامد، من أكتر الحاجات اللي بتفرق معاك. وأنا حتى بجهز لها رايت أب أنزله على البلوج عندي، أو ممكن أكون نزلته وما نشرتوش، عن إزاي الفيتشر مونيتورنج فرق معايا، وإزاي خلاني أجيب ثغرات كتير. آم، طبعا في الحوار جافا سكريبت مونيتورنج موجود، وفي طبعا بقى بخلي الاوتوميشن بتاعي دوت زي ما انت شايف، عشان في فيتشرز كتيره بخليه زي مودز كده، بفلاجات يعني. عاوز اخليه فاست سكان اخليه، عاوز اخليه هيفي سكان اخليه. بس هو ده اللي بعمله عندي في لما اجي اشتغل على الريك. والمعلومات اللي عنه ديت هتحاول تفهمني ازاي هشتغل عليه. يعني زي ما قلت لك انا عارف طرق كتيره للتست، فانت بتبقى بتحدد على حسب التارجت دوت انت هتست عليه بطريقه ازاي. في تارجتس بتبقى مليانه وايلد كاردز، فانت الاتاك سيرفيس واسع قوي، فانت محتاج ان انت تعمل ايه بقى اول حاجه؟ فلتره كده. بس هتعمل الحوار ده بالاوتوميشن بتاعك. فانا عندي الاوتوميشن دوت خدت فيه شوط كبير يعني. فكان كل شويه اعمل لنفسي اوتوميشن واقعد اعدل عليه واضيف فيه حاجات. فاكتشفت بعدين ان انا كنت بعمل الاوتوميشن في الاول يعني غلط. حته الافكار اللي هي كله بيعملها، ان هو انا هعمل بورت سكاننج وبعدين مش عارف صوت انيميشن والكلام ده، في الغالب الناس كلها بتبقى عاملاها. ففي افكار تانية الناس اللي هم فوق دول مش عايزين يشيروها. بس انت بتحاول يعني تجمع افكار من انك تقرا ريسورسز كتيره. كان في مثلا حوار بعمله الفترة الأخيرة، اللي هو الفيتشر مونيتورنج، وده كان فادني بطريقة غبية. إن أنا عندي تارجتس بلاقيها بتسلم، بتنزل مثلا على هاكر وان إن إحنا ضفنا فيتشر، فدخلت على طول لسه منزلة وسلمت الثغرة وخلاص. ألاقي بقى إيه، واحد مسلمها من قبل ما ينزلوا الأبديت ده، وأنا خدت عليه دوبليكيت. طب إزاي؟ وعارف إزاي أصلا؟ فجات لي فكره بقى في حته ان هو لا، الواد ده اكيد مراقب التارجت اصلا، والتارجت ده نزل الفيتشر دي يا اما الناس اللي هم على البرودكشن مش على الساند بوكس، او هو نزلها وما اعلنش اساسا في هاكر 1، او عملها كبيتا وسابها للناس الاول وبعدين قال تعالوا يا جدعان اعملوا تيست عليه. فبدات بقى الفكره دي تيجي في دماغي، فقعدت ادور ازاي اقدر امونيتور التارجتس، ومن خلالها قعدت اوتوميت النقطه ديت على اكتر من تارجت، ان هو ابقى مراقب كل التارجتس لو نزلوا اي حاجه او فيتشر جديده عندهم في الموقع، حتى لو ما بعتوليش على هاكر 1 خلي يبعت لي مثلا على ديسكورد. وفعلا اكتشفت ان في تارجتس كتيره ما بيبقاش ما نزلتليش على هاكر 1 ان هي نزلت فيتشر، بس بلاقي بعت لي على ديسكورد ان التارجت ده نزل فيتشر وفي فيتشرز جديده موجوده عليه، وبخش وفعلا الاقي التارجت يعني فيتشر جديده سهل جدا جدا تلاقي فيها ثغرات، وبيجي فيها ثغرات عبيطه وبتسلم والحمد لله يعني بتتريج وبتمشي. فدي نقطة برضو من نقط الاوتوميشن، ان هو في حاجات ما مش مشهورة، ولكن الناس الكبار اللي هم فوق دول بيجيبوا بيها ثغرات. فدي واحدة منهم يعني، أنا جت معايا بالصدفة. ففي حاجات تانية ممكن ما تكونش مشهورة زي كان في واحد تقريبا جايب دي ان اس كوفر. هي طب نعرف صد من تيك اوفر، ونعرف جبت الدي ان اس نفسه تيك اوفر ازاي. الاقي ان هو ممكن في ناس كانت بتجيب بيشوف ان النيم سيرفر في الدي ان اس ريكوردز، وتشوف لو هو شغال كده وتروح يشوف البتاع ده شغال ولا لا. لو مش متاخد بيروح هو واخده ويجيب دي ان اس تيك اوفر. ففي افكار الناس، في افكار يعني مش مشهوره، ولكن الناس اللي فوق شغالين بيها وبتجيب ثورات فعلا، بالذات على البرايفت تارجتس. فلو في تارجت تاني مثلا هو مش احنا كنا في التارجت اللي هو مليان وايلد كاردز، فمهم بعد ما رن الاوتوميشن ده وابدا بعد بعدها اشوف بقى خلاص انا فهمت معلومات عن التارجت وفهمت فيه الدنيا ماشيه ازاي. وطبعا بيبقى في الاوتوميشن بتاعك حاجه زي اي ويتنس، او حاجه تكون بتجيب سكرين شوتس وبتجيب بتعمل تكنولوجي ديتكشن والفيتشرز المعروفه دي. فبتبدا انت تبقى تنقي زي تشوف كده سب دومينز حاسس ان هي ممكن يجي فيها ثغرات، او انت ممكن تشتغل فيها، ممكن يكون فيها فيتشرز وفيها ريجستريشن فيها كلام من ده. تبدا ساعتها بقى ايه، تخلي السب دومينز دي على جنب، ده المانوال تشتغل عليه بقى التست بتاعك العادي على كانه تارجت صغير. والحاجات التانية بتبدأ بقى تشتغل عليها كحاجات كبيرة، وتبدأ بقى الفاضنج بتاعك وكل حاجة تمام. وتبدأ بقى تشتغل بقى على التارجت المانيوال بعد ما تخلص
الاوتوميشن بتاعك والفازنج والكلام ده، وتجيب بقى كل فيتشر وتحاول تتست عليها، وتحاول تشوف اللوجيك بتاع الموقع والبيزنس بتاعه، لان على اساسه تحدد الخطوره بتاعت الثغرات، وممكن على اساسه اصلا تخترع ثغرات، ان انت تحاول تعمل حاجه ممكن تسلمها في عند اي حد ما تبقاش ثغره. ده قابلني كتير جدا، ان انت ممكن تعمل حاجه هي عند اي حد هي ايشو عاديه، ما مش هتفرق في حاجه، بس عند التارجت ده بالذات. يعني تارجت مثلا هو كل فكرته، يجيب لك زي تارجت ان هو كل فكرته بيبعت ايميلات للناس، ولا حاجه زي كده. فانت لو تجيب فيتشر عنده بتبوظ له حته ان هو يتبعت الايميل فيه HTML انجكشن او حاجه زي كده، ممكن عند اي حد تاني يقول لك انفو لو، عند التارجت ده بالذات لا، يقول لك لا ديت هاي وكريتيكال. فاهم قصدي؟ هي نقطه البيزنس اللي شغال بيه التارجت دي بتفرق جدا. البيزنس اللي هو شغال بيه بتفرق جدا على خطوره الثغرات بتاعتك، وممكن تجيب بيها بيزنس بودز من خلال ان انت فهمت بس هو ايه اللي بيهتم بيه واللي مش مهتم بيه. زي ما اتقال كده في بودكاست برضه عند مش فاكر مين، كان بيقول لك لوك فور نوز، الحاجات اللي التارجت بالنسبه له ديت المفروض ما تتعملش، التارجت ده بالذات. وممكن بقى كده انا حكينا عن ازاي نشتغل على التارجت اللي هو كبير وهو صغير. يعني مثلا انت بتقسم اول حاجه بتخش على التارجت بتاعك بتفهمه كويس، وتشوف حسب فهمك هتقدر تشتغل عليه من انه جهه، إيه الثغرات اللي هتبقى شغاله فيه، وهتست عليه بالظبط. بالظبط يعني. ولو في طبعا اي تارجت هيبقى فيه اوثنتيكيشن وريسيت باسورد والكلام ده، فانت يكون عندك مجمع شويه نولج عن الثغرات اللي بتبقى موجوده فيهم، وتحاول تطور نفسك فيها. يعني انا كنت قعدت فتره بحاول اطور نفسي في حته الثغرات اللي هي لها علاقه بالاوس، منها الحمد لله جبت ثغره حلوه يعني في سو هاك، كان في ديسكورد واوس. فانت دايما بتحاول الحاجات اللي هي موجوده في كل التارجتس دي تحاول ما تضيعهاش، يعني تحاول تكون انت مكفر معظم التستنج تكنيكس موجوده فيها، بس كده يعني. طبعا الميثودولوجي دي او الطريقه دي تكون كويسه ومناسبه بالنسبه لحد اشتغل ومعاه اكتر من ثغره وبيبقى فاهم الموقع ده عايز يتست على ايه اللي بالظبط هيتست عليه. بس بالنسبه لحد لسه بادئ، تنصحه يعمل ايه في موضوع الميثودولوجي؟ او لما يخش يعمل ايه حد مثلا لسه مذاكر ثغرتين ثلاثه، ما عندوش المقدره اللي هو يفهم التارجت كله ويتست على كل الحاجات اللي فيه؟ طيب انا لما كنت في الموقف ده اللي كنت بعمله بصراحه، أنا كنت بخش التارجت او بدور على الحاجات اللي انا عارفها في الاول. مش هقول لك على حسب، يعني كان في فتره انا كنت بدور على الحاجات اللي انا عارفها ما جاتش فيها راح أختار. بس في فتره تانية لما كنت شغال لوحدي، خلاص التارجت دوت الحاجات اللي انا عارفها فيه مش لاقي، بس في حاجات فانكشنز تانية وفيتشرز تانية موجوده. ببدأ بقى إن أنا أدور الناس اللي بتشتغل على التارجتس اللي زي دي بتعمل إيه، بحاول أعمل إزاي. يعني بحاول أشوف لو هو تبع اندستري معينة، بحاول أشوف لو في حد بيتست على الاندستري دي بتبقى موجودة إزاي، أو أنا خلاص في فيتشرز موجودة قدامي، بحاول أشوف على ميديم بقى وعلى رايت أبس، وأحاول أدرك وأحاول أعمل أفرك كده لحد ما أجيب الناس اللي بتشتغل على الحاجات اللي زي دي بتشتغل إزاي، وأحاول أتعلمها وأطبق وأنا بقى عليه. مش المهم أنا جبت ولا لا، بس على الأقل هكون اتعلمت حاجة. فهو دي الطريقة اللي أنا كنت ماشي بيها يعني. تمام، يعني انت بتنصح اي حد يخش يحاول يفهم على قد ما يقدر، ويشوف يقدر يطلع من الحتة دي ايه، وطبعا يتست اول حاجة على الحاجات اللي هو مذاكرها. طبعا هو يتست على الحاجات اللي هو عارفها، وبعد كده يشوف لو في حاجة هو مش عارف ازاي هيتست عليها، أو الثغرات اللي موجودة فيها بتبقى عاملة ازاي. بيحاول يشوف ناس جابت ثغرات في الحاجات ديت، ويحاول يشوف هما كانوا بيجابوا ثغرات ازاي ويتعلم. ايه الثغرات اللي من واسب توب 10 اللي تركز عليها في الباج هانتنج اكتر، واللي منتشرة حاليا اكتر، اللي هي لو واحد ذاكرها كويس يعرف يلاقيها دلوقتي اكتر؟ طيب هو لو وثب توب 10، بما إنها هي وثب توب 10 فمعناه إن هي أشهر 10 ثغرات، فكل الثغرات موجودة يعني منهم، كل الثغرات اللي فيها موجودة في الباج هانتنج، بس على حسب التارجت اللي أنت هتست عليه. فأنت ممكن تبقى تعرف عن الثغرات كلها، ولو في كام سؤال حاسسهم سهلين عليك او انت فاهمهم حلو، تبدا بقى إن انت تتعمق فيهم، وتشوف الناس اللي بيجيبوا ثغرات في الباج هانتنج فيهم جابوها ازاي، وتحاول تعرف ادفانسد تكنيكس فيها، وتحاول تهانت بيها بقى. ايه اصعب ثغرة او اخطر نوع باج طلعتها؟ اصعب ثغره طلعتها، هي كانت دوبليكيت، بس كان فكرتها جميله جدا. يعني كانت في الريسيت باسورد، وكان في كابتشا، وفي كام ريستريكشن كده على الريت ليميت.
فهو رصيد باسورد كان عاملها بفيريفيكيشن كود، اه. والكود دوت فيه حروف، وعشان تفاصل انت محتاج حوار، ده غير الكابتشا وكام ريستريكشن اللي كانوا موجودين على الريت ليميت. فبعد ما عديتهم، وعديت برضه حوار الكابتشا دوت بحوار ان احط البوليان فاليو اللي هي بترو، برضه لقيت ان هو في مشكله معاه. بس لاحظت حاجه حلوه كده وانا بفظ، ان هو لو في الحاجه اللي بتطلع صح او الكود الصح بيرجع ان في مشكله في الكابتشا. لو الكود غلط بيرجع ان الريكوست بتاعك ده غلط، بيرجع 400. لو الكود صح بيرجع 401 يقول لك الكابتشا ده غلط. فمنها بقى عرفت ان انا فاز، وعرفت ان انا اجيب يعني ايه زيرو كليك اكونت اوفر في التارجت ده. وفي طبعا الثغره اللي هي اتنشرت بعد كده، اللي هو حوار الاي دي نوموجراف. واحد كان طالع بيشرح عنها في ريسيرش اجنبي كده، اللي هو ربطها مع الاوس. انا كنت جايبها قبل ما هو يطلع، بس في مش في جيت يعني، كنت جايبها في طريقه مع لوجن ويز جوجل او ويز فيسبوك في تارجت تاني. دي الحمد لله كانت اتريجت واتقفلت، يعني بقت رسوب دلوقتي. ايه اسرع او اسهل ثغرة بتطلعها بسهولة دايما؟ الثغره اللي كله بيطلعها هو تخش التارجت في ليميت ريس كونديشن، شكرا. انت مع الناس او ضد الناس اللي بتقعد في بروجرام واحد اكتر من شهرين؟ وايه الحاجة اللي بتخليك تقول لك خلاص، انا خلاص مش هكمل تيست على البروجرام ده، خلاص خلصت اللي عندي؟ والحاجة اللي بتخليك تقول لا انا خلاص هكمل تيست على البروجرام؟ ما دام دي ماشيه معاه فانا مع الناس عادي. ما دام هو دوت الطريقه اللي جايه معاه فيها، فمعاك يعني ان هو يكمل فيها عادي. ايه الحاجه اللي بتخليني اقول ان التارجت ده خلاص كده كفايه عليه؟ هو لو الانترنال تيم ما زهقش مني فاكمل يعني عادي عليه لحد ما اكون حسيت ان معظم الثغرات او معظم الفانكشنز انا عملت عليها تيست. ومش معظم بصراحه، لو التارجت حلو ممكن ما بسيبش الا لما اكون خلصت كل الفانكشن، ومفيش مكان في التارجت حرفيا ما شفتوش. خلصت كل التشيك ليست اللي معايا، شفت كل الجافا سكريبت فايلز، خلاص جبت اخري منه، فبقول له مع السلامه. تمام، يعني انت مثلا ممكن تقعد في تارجت بالشهور؟ ما عنديش اي مشكله لو التارجت مكمل معاه حلو، لو هقعد معاه سنه ما دام تارجت حلو بكمل معاه، ما عنديش اي مشكله. تمام. وايه اللي بيخليك بقى تنظم ما بين، انت قلت طبعا بتشتغل على اكتر من تارجت في نفس الوقت، فايه اللي بيخليك مثلا تشتغل على التارجت ده 3 4 شهور، وده 3 4 شهور، وده 3 4 شهور، وانت في نفس الوقت شغال عليهم؟ يعني مثلا بتقسم يومك ازاي، مثلا بتشتغل ساعتين على التارجت ده لحد ما تحس انت اتخنقت منه فتخش على تارجت تاني، او بتقضي يوم على التارجت ده ويوم تارجت تاني ويوم تارجت تالت، ولا ايه نظامك بالظبط؟ اه، هو بيبقى بتفرق. بس انا اللي بمشي بيه ان انا من ساعه اللي اسعى اللي لساعتها ان انا صحيت على مش عارف كان حاجه و20 انفورماتيف دي، بقيتش اكمل، بقيتش ارزع على التارجت كذا كذا ريبورت. يعني بقعد اقعد مثلا تيست على التارجت، خلاص بقى في عندنا هنا انا ومثلا وسامي في 3 4 5 ريبورتات 6، خلاص ممكن نشوف التارجت التاني. آه برضه نجيب فيه كام ثغرة، خلاص اليوم خلص نخش التارجت التالت بكرة لحد ما يردوا على القديم. لأن ساعات أحيانا كتير قوي لما سيبنا التيم بتاع الشركة يجي يشوف فيه كمية روبورتات كبيرة، بيبدأ بقى يغير طريقته في التعامل معاه. فعشان كده أنا بقيت أختار بالطريقة دي. تمام، يعني انت بتشتغل على التارجت لحد مثلا ما تجيب حبة ريبورتات 5 6، وبعد كده تخش على اللي بعده لحد ما هم يردوا على اللي موجود، وبعد كده ايه، نفس الدايرة على كل حاجة. بالظبط، انت تفضل تتعامل معاهم كده تعامل نفسي، الناس لسه تعاملها حلو معاك بتكمل، مع تعاملها بدأ يشد نرجع، عشان في اوقات ممكن تبقى مؤذية جدا، يعني ممكن يضيع لك شغل الشهر. انت قاعد طول الشهر بتهنت عليه، فهو خلاص بقى التعامل جالك واحد يعني ساعات كتير بيبقى مثلا في الانترنال تيم مش اكتر من واحد، فممكن اللي يخش على اللي كان بيتريج لك في الاول حد، واللي يجي بعديه ده واحد تاني، فيبدأ بقى يشوف ريبورتاتك بمنظور تاني غير اللي التاني كان شايفها، ويشوف شايف ان هي لا دي دوبليكيت او ديت مش صح. فهتلاقي شغل الشهر بتاعك ضاع. طب وانا ضايع ليه شغل الشهر بتاعي؟ لا، انا افضل برضو على مسافة يعني مش بعيدة، اللي هو خلاص هو التريج ونحاول نشتغل عليه، ما تريش وبدأ يتأخر في الرد، بدأ يرد وحش ويعمل دوبليكيت وكلام من ده، خلاص احنا ما خسرناش كتير. انا بركز على التيم عشان يديني الباونتي اكتر ما بركز على اللي انا اجيب باجز جامدة او كده. مم. ايوه، هو ده بالظبط الباج هانتنج اللي اكتشفته بعدين ان هو عباره عن تيمات، مش شركات او مش تارجتات. وفي زي ما قلت لك ناس بتخش
بروجرام تموت فيه بقى بالسنين. بالسنين ازاي او بالشهور ازاي؟ ان هو بيقعد يجيب اخره في التارجت، ويقعد مع التارجت دوت بقى ايه، آه، يحاول فيه بقى يتعلم فيه كل حاجه. يعني في حاجات كتير، في حاجات موجوده في الفيتشر في التارجت ده مش عارف يتستها، يتعلم ازاي يتستها. في بلانز تانية في التارجت ده يحاول يشترك في البلانز دي، وهكذا بيقعد يعيش بقى مع التارجت ده ويحاول معاه على طول. في دخلت بقى بعد كده لقيت ناس بتشتغل اوتوميشن على سكيل الباك باونت كله. زي ما قلت لك، لو انت معكش افكار جديده في الاوتوميشن مش هيفيد ده قوي. وفي ناس بتشتغل برضه على سكيل الباك بونت كله بس من غير اوتوميشن، في حته ان هو مخلي بالنسبه له. انا بوج هانتر، بالنسبه لي كل التارجتس دي التارجتس بتاعتي، التارجت اللي هشتغل عليه. شغال شويه على ده ساعتين وتلاقيه اتنقل على التاني، ساعتين وتلاقيه نقل على التالت، وهكذا. آه في ناس بقى بتبقى عارفه كام ثغره بتجربها في كل البروجرامز وخلاص. اللي هو مش بيبقى هو عارف كام ثغرة ومش هيتعلم غيرهم، وبيقعد يقلب رزقه بيها. ودي شفتها استغربتها بصراحة، ولكن لقيتها نفع مع ناس، وجابت معاها ناس، جابت معاها كتير يعني. لأن هو كان بيشتغل مش على سكيل بقى هاكر ون بس، كان بيدور في هاكر ون وبكرود وكل البلاتفورمز اللي أنا قلت لك عليها قبل كده. في بقى إن واحد بقى معاه مثلا ثغرة واحدة، أو هو قاعد يعمل سيرش في برودكت معين، جاب فيه مس كونفجريشن او جاب فيه زيرو داي، وهو بقى له الشهر كله او الشهرين اللي فاتوا بيعمل في دي بس. بس بقى بيقضيها بقى بقيه السنه او بقيه الكام شهر الجايين شغال بدي، بيلف بيه وبيجربها في كل حته في كل مكان، وبيسلم بيها في كل حته وفي كل مكان. خلص معاه التارجتس اللي موجوده بابليك في كل حته، بيبدا بقى يكلم ايه، الناس اللي اوائل على هاكر ون كده، يجيب الهاندل بتاعهم او اليوزر نيم واتوي على هاكر ون، ويبدا يكلمهم ويكولاب معاهم في البرايفت بروجرامز اللي عندي. فكده برضو يعني ايه مكمل معاها مع نفس الزيرو دي او النسخ كونفجريشن اللي شغال بيه. يخلص من الراجل دوت يكلم الراجل اللي بعده، ويشوف يشوف لو معاه تارجتس تاني. فدي حاجة برضو انا شفت ناس شغالة بالطريقة دي بس. في زي ما قلت لك، شغال حتة اللي هو فيتشرز معينة بيتست عليها بس. ودي تبان غريبة لكن في ناس كده، اللي هو بيخشش التارجت الا لو في انفايت ممبر، مع اذنك مش هخش الا لما اعمل كده. في ناس، لان هو برضه بيبقى عارف كام ثغره كده في الانفيتيشن وفي البريفليج اسكليشن، فهو بيبقى خلاص هو عارف دول، فبيدور على التارجتس اللي فيها دول وخلاص. في في ناس بتستنى التارجتس اللي بتنزل بقى ايه، اللي بتنزل جديد على هاكر وان، سواء برايفت او بابليك، بيقعد مستني بس تارجت نزل جديد يقعد يهنت عليه. خلاص هو بيقعد مكمل نايم مستني تارجت تاني جديد ينزل. في في ناس بقى بتشتغل على حتة المكان اللي فيه ناس قليلة، بيدور على البلاتفورمز اللي مش مشهورة وبيشتغل فيها. يعني في بلاتفورمز كنت تخش تلاقيش اللي هو اتنين تلاتة بس اللي في البلاتفورم ديت اللي يعتبروا عاملين منها فلوس. والليدر برضه ما فيهاش ناس كتيرة، يعني ما فيهاش 100 200 على بعض. فالناس دي بتبقى بتدور على الحتة اللي ما فيهاش ناس زي دي وبتشتغل عليها. يعني واحدة كان في بلاتفورم دخلتها بس مشكلتها معايا ان هي كانت كلها بنود، وتارجتس كانت فيها موبايل كتير، يعني يكاد ما يكونش فيه ويب، فاهم؟ موبايل وبنود. ف- فانا حتى كنت بتست شوف البلاتفورم ماشيه ازاي يعني. بس انت الثوره في الموبايل كده ما بتتقبلش خالص في اي بلاتفورم. حتى يسوع كانت بتقبلها وممكن ما بقتش تقبلها دلوقتي. فلقيت الراجل قبلها وكان هيدفع وبتاع، بس ما كملتش معاه ولا خدت منه فلوس. بس النقطة اللي بحاول أنوه عليها يعني إن هو في ناس بتشتغل بقى على البلاتفورمز اللي زي دي. في بقى ناس زي ما قلت لك بتشتغل على الريسك. تشوف كام ثغرة ريسكي كده ما فيش حد بيسلمهم، وتبدأ تدور عليهم في كذا تارجت، أو على طبعا على كل البلاتفورمز على كل التارجتس. اللي بيقبلها بيجيب نفس الثغرة دي في كل السب دومينز مثلا، او بتديله بقى لو ما هو مش وايد سكوب، بيديله بقيه الثغرات الريسك بقى. خلاص انت عارف ان التارجت ده مهما عملت مش هيديك النهايه، فزهقه بقى. ازاي الباج هانتر لو مبتدئ خالص يطور نفسه، ولو مش مبتدئ لو هو عدى عليه مثلا اكتر من سنة بيهانت وذاكر اغلب الثغرات؟ ده مبتدئ مع ثغرة ثغرتين ولسه الدنيا ايه،
مش عارف يعمل ايه بالظبط. هو زي ما انا قلت، يحاول يذاكر ثغرات جديده، لان انت كل ما التركيزات بتاعتك بتكتر، كل ما كان احسن، كل ما كان افضل في حته ان انت يكون في فاليو طالعه من الهانتنج بتاعك اكبر. فتعرف تفتح حاجات اكتر، فتعرف نسبه ان انت تلاقي ثغره او تلاقي تجيب باونتي هتكبر. فهو يتعلم حاجات جديدة زي ما أنا قلت لك، ثغرات جديدة وتكنيكس جديدة، ويحاول يقرا رايت ابس كتير. يعني الديسكلوزد ريورتس اللي موجودة في هاكر وان، الثغرات الموجودة في ميديم والبلوجز بتاعت الناس المشهورة اللي بيشيروها في تويتر واللي بيشيروا في الفيس، تحاول تقرا الحاجات دي على قد ما تقدر. يعني حتى لو ما فهمتش الثغرة، وده بتحصل كتير قوي ان انت ما فهمتش برضو قوي، ما جمعتش هو جابها ازاي، بس انت عندك ايه، فكرة عنها، بحيث لو قابلك سيناريو مشابه ليها ممكن تحاول وانت بتحاول تجربها بقى مع السيناريو اللي موجود عندك، تفهم الثغرة دي بشكل ما. يعني تفهم هو ليه ظهرت له هنا كده، وتعرف ان هي ظهرت عندك شبه يعني، فتجمع فتفهم الثغرة، خلاص دلوقتي بقيت فاهم. بالنسبة بقى للشخص التاني اللي هو خلاص اوريدي بيهانت، يحاول بقى لو هو ناوي، على حسب بقى هو ناوي ايه. لو هو ناوي يكمل في باج هانت، فانت محتاج تزود الحصيلة من البرايفت بروجرامز اللي موجودة عندك. يعني في أوقات أنت كنت بنضطر نشتغل على بروجرامز مش بتدفع حلوة أوي، بس مجرد إن هي بس هتديك إيه، بوينتس، و الريبيتيشن هتجيب لك الريبيتيشن دي حاجات تانية، انفيتيشنز من شركات تانية. فأنت كده بتزود الحصيلة بتاعت البرايفت بروجرامز عندك، وتحاول تفتح بقى مجال ليك مع إيه في أي منصة تانية يعني. لأن لو لاحظت كنت تبص على الناس الأوائل على هاكر وان، كلهم مش بيبقوا أوائل على هاكر ون بس، تلاقي لهم أكونتات تانية، يا إما في سوهاك، يا إما في بكراود، يا إما عشان برضه لو حصل لك أي مشكلة زي اللي حصلت مع الشباب اللي حساباتهم اتقفلت ديت، يكون برضه أنت ليك رجل تانية تسند عليها. الباج هانتر من المجالات اللي أنت ملوش ماسكة برضه، ما تعرفش أنت إمتى هيتغدر بيه. حاول دايما يكون عندك خطة بيه. هل بتشارك او بتلعب اي سي تي اف سواء اونلاين او بتروح مسابقات، ولا مركز اكتر على الباك باونتي مش بتحب السي تي افس؟ لا، هو السي تي اف سنيات أنا ما جربتش كتير فيها. اللي افتكره ان هو مره واحده كنت جربتها في هاك تالنت او حاجه زي كده، مش فاكر. كنت موجود في انترن يعني موجود عندها، فكان في سيتي اشتغل دخلت فيه. وممكن في الانترن برضو بتاعت سايبر يار برضو كان في سورس كود ريفيو وحاجات زي كده. ف السيتي اف ما عنديش خبره كبيره بيها، بس زي ما قلت لك هو على حسب انت بختار. عامل زي ما قلت لك، معادله زي اشبه ما يكون بالمعادله الرياضيه كده، وانت الهدف بتاعك مثلا كعلم وكلام من ده. فاللي سمعت ان هو كعلم انت بتضيف لك علم كبير يعني، فانت ممكن تخش فيه. انما كباج هانت ما اظنش ان هي هتفرق معاك السي تي اف. ده رايي يعني. ايه الفرق ما بين المنصات المختلفة في الباج هانتنج من خلال تجربتك؟ منصات، خصوصا دلوقتي بقى فيها تحديثات كده غريبه يعني. انا اول ما ابتديت في باك كراود، فكان كل حاجه ماشيه بحوار الفي ار تي ده. انت لو مسكت الفي ار تي نفسه وذاكرته، هتجيب ثغرات اكتر من ان انت مثلا ممكن تدرس ثغرات معينه تيجي تهنت بيها. فكان في مثلا اللي هو اتش تي تي بي كوكي فلاج، دي كانت ساعتها بتستقبل، مش عارف دلوقتي ايه اللي حصل لها، يعني بتستقبل ولا لا. فكان ممكن تتارجت مش عارف اوت اوف سكوب، تروح تسلمها عادي وتاخد بي 4 وتاخد باونتي عادي. فكان باك جراوند اكتر حاجه بتفرق هي حته الفي ار تي ده ومدى فهمك للفي ار تي الموجود. وكان لو افتكر كنت بعمل ساعتها مايند مابس كده وتشيك ليستس بيزد على الفي ار تي نفسه، ازاي تتست على كل واحده من اللي موجودين فيه. كان برضو واحد عاملها اللي هو سلاكس، ولا محمد علام، مش فاكر اسمه، عبد الرحمن علام باين. برضو كان عامل مايند ماب جميله قوي، كانت للبي 4 بس باين. مم. آه ومن مساوئ الباك جراوند الرد بتاعهم. الرد بتاعهم كان وحش أوي، موتني. ليه مضطر إن أنا أعمل في كل ريكوست ريسبونس، في كل بتاع، في كل ريبورت ليا؟ لا، وساعتها أنا كنت ببتدي ما كانش في بقى حوار الريكوست ريسبونس، ده كان جنان تاني خالص. أنت بتشوف الشخص بيجي ويخش إن إيه قبل ما يقرا. هو ما بيقراش الريبورت. هو بالنسبة له أنت واحد لسه بادئ جديد في المجال، فأكيد الريبورت بتاعك يعني مش حاجة، مش بي 1 يعني. أنت ليه مسلمها بي 1؟ أكيد أنت مش هتجيب بي 1، خد إن إيه. حصل. فدلوقتي هم عاملين حاجه اسمها ريكوست ريسبونس، فبعملها. يعني واحد كنت انا مسلم ثغره قريب في موبايل ابلكيشن، فقال لي ان ايه، سلم في الموبايل مثلا بتاع 5 ثغرات مثلا، قال لي ان ايه وكلهم ان ايه يا انفو يا دوبليكيت. طب ليه قول السؤال؟ لا، هم كلهم بيردوا نفس الرد اللي هو بياخدوه كوبي بيست اللي هو بتاع
لو عاوز تتعلم ازاي ما تجيبش ثغرات بي 5، روح للبكر رود دوكس. حاجات مضحكة يعني. فبعمل ريكوست ريسبونس وبتاع، وانا كنت فاكره زي الفيتشر اللي موجوده في هاكر وان الميديشن، ان هي ما بتفيدش في حاجه، فكنتش مستني حاجه. فطبعا لان انا ما بفتحش جيميل ولا بيجي لي نوتيفيكيشن، فجيت في مره بفتح باك جراوند، لقيته رد عليا بعدها بكام يوم، مش عارف يومين ولا حاجه، ورجع فتحها بي 1 وبعدين قفلها دبليكين. يعني هي كانت بي 1 وانت داخل تديني ان ايه، فدي حاجه غريبه في التريجرز بتوع باك جراوند. فدخلت عملت الباقي هو ريكوست ريسبونس ومستني يعني. وفي برضه حركه واحد صاحبي عاملها، ما كانش بيبقى فيه ريكوست ريسبونس في التارجت او في الريبورت بتاعه. كان بيعمل لها ايه، ريكوست دو ديسكلوز، فيجي الانترنت تيم بتاع الشركه نفسه في الحوار فاتح له الريبورت وقابلها له بقى. دي برضه حركه حلوه في بكرام. في ان هو ساعات بيبقى فيه للبرايفت بروجرامز بتوع كراود كودز كده، مش عارف اسمه بابليك يو ار ال او كود، حاجه زي كده. المهم ان انت لو خدت ده، رحت كلمت الانترنال تيم بيدخلك البروجرام ده. ده المفروض معمول الفيتشر دي ان هو لو انت عاوز تكولاب مع واحد مثلا هو مش موجود في البروجرام، فانت تديله الكود ده. فدي حاجه ممكن تستفاد منها يعني لو صاحبك عنده برايفت بروجرام عاوز يشغله لك وكده. فدي كانت اللي اعرفها وتجربتي مع بكر اهو. هاكر 1 بقى كان في الاول ما كانش بقى في حوار السيجنال ده، الحوار المستفز اللي بيعقدوا بيه الناس اللي بتبتدي، ولا في الفيتشرز الجديده اللي هم ضافوها بتاعت الاي اي. فيتشر اكبر حاجه مستفزه ممكن تشوفها في حياتك، بتعلي الاستاتكس بتاعت الريسبونسابيلتي بتاعت هاكر 1، بس في مقابل سوء معامله في الريبورتات بطريقه غبيه. اللي هو بيرد عليك بسرعه، طب ماشي، ما هو رد ما عملش فاليديت الريبورت. هو الرد الاولي ده مجرد ان هو بيشوف هو دوبليكيت ولا لا كده بسرعه، ومع رساله كده من الاي اي شكرا، مش هعتبر الريبورت ده تاني. يقول لك استنى بس الريكوست ريسبونس مننا لسه في واحد هاكر وانت رجع يخش لنا. فالراجل الريكوست الرد الاولي ده بيخلي بقى هاكر وان تبان ان هي بيترد بسرعه، بس هي ما بيتردش بسرعه. يعني الفتره ديت مش حلوه يعني، مش من احسن الفترات اللي عديت فيها في هاكر وان في حته الريسبونس في الاول. كان في الاول مشكلتنا مع الانترنت تيم، دلوقتي مشكلتنا مع هاكر وان والانترنت تيم. آه والناس اللي بتبتدي السيجنال بيفرق معاها قوي، بتبقى جايب ثغره في البروجرام ومش عارف يسلمها بسبب حوار السيجنال ده. ده انا لما فل ده ابتديت ما والله، ده كانش فل. عندي حوارات ديت، فكان بالنسبه لي كانت هاكر وان ساعتها لما كنت ببتدي كانت احسن. يعني كنت اقدر اسلم ثغرات في كذا بروجرام بابليك ومن غير ما اكون قلقان يعني على السيجنال او حاجه او اي حاجه زي كده. المهم جينا نتكلم مثلا على ايه سوهاك. في بترد بسرعة. وكنت فاكر في الأول إن الانترنال تيم اللي بيرد على طول، بس هم عملوا فيتشر كده اسمها ترياجنج، بتبان كده الترياج بتاعك اللي حصل. فاكتشفت إن هو لا عادي، في عندهم ترياج تيم وفي سوهاك هو اللي بيرد في الأول. بس عامة الرد كان بيبقى سريع يعني من الترياج تيم، كان المشكلة في الانترنال تيم. مشكلة يسو هاك على في بروجرامز، أنا مش عارف ليه عاملة بug باونتي ما دام مش هترد أو ناوية تنصب أو مش فاهم إيه نظامها. بس بيبقى على حسب البروجرام، بروجرام حلو قوي وبروجرام وحش قوي 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 قوي. يعني في بروجرام سلمت له ثغرة، خلاص دفع باونتي حلو وبتاع وكلمني وتعبني. يعني البروجرام كل شوية يقول لي طب خش تيست كذا. يا حبيبي الحاجات ديت على سيناك بتبقى اسمها مهمات بعملها وباخد عليها فلوس، انت هنا عشان اعمل لك حاجه زي كده عاوزني اعملها لك فكنت بعملها له وبراضيه وبتاع، لا يمكن هيعلي الباونت ولا اي حاجه، بس طلع ما عملش اي حاجه. جه بعديها سلم له بقى ثغرات تاني، قال لي انت هتاخدنا محتوى ولا ايه؟ ما ردش على كل الثغرات. فمواقف زي ديت هتحصل لك في سين اكس، ممكن ما تحصلكش في هاكر وان. ف في بروجرامز تاني ممكن تلاقيه حلو قوي بطريقه جميله. ولاحظت في حاجه في يسو هاك، طريقه الناس بتهنت بيها مش ما تنفعش في اي منصه تانية. يسوهات ليها لاوت في سكوب كده، في حاجات ما بتبقاش موجود فيها المفروض تبقى موجود فيها. ففي تارجتس بتبقى بتحترم الاوت في سكوب بطريقه كبيره. يعني لو ثغره ملهاش، هي مش ثغره بس مش موجوده اوت في سكوب هيقبلها. يعني قبل كده شفت ناس بتشتغل على اليوزر نيم انيميريشن ولا مش عارف ايميل انيميريشن في كل التارجتس، واتقابلت منها في كذا تارجت. في ناس اشتغلت ان هو مفيش ايميل فيريفيكيشن في التارجت، جابت فيها في كذا تارجت وبابليك عادي. بس هو حوار ان هو مش حاططها اوت اوف سكوب، خلاص هو غصب عنه هيقبلها، او ده اللي ظاهر لي يعني. فدي حاجه كنتش لاحظتها في سوهاج. وفي في منصات تانية بس مش مشهوره يعني. كان ليها تجربه مع المنصه التانية الانتجريتي، بس ما كانتش تجربه حلوه الصراحه.
تحس الترياجر كان بيتلكك لي مش عارف ليه. فكنت سلمت له كذا ثغرة، كان ساعتها معايا مس كونفجريشن في جايبينها في برودكت الناس كلها بتستخدمها. فالمهم ان انا كنت بسلم له الثغرات وبتاع. فعندهم هناك بيحترموا السكوب بتاع الاسيتس بطريقه مجنونه. طريقه ما شفتهاش قبل كده، لدرجه ان انا سلمت له قبل كده ثغره. فبيروح جاب السي نيم. السي نيم ده طبعا بيظهر البرودكت اللي انا جايب فيه الثغره. وقال لي بس السي نيم ده مش موجود عندنا. يا عم انت مالك السي نيم؟ فدي حاجه صراحه تجربتي مع انتجريتي ما اقدرش ادي فيها معلومات كبيره، لان انا طفيت منه في اوله يعني. بس هما بيشكروا في الترياش تيم هناك. مش عارف على ايه، بس هما بيشكروا هناك. في بقى منصات تانية مش مشهورة بس أنا جربتها برضو. بس كانت كل فكرتها معتمدة على حتة إن مش فاكر كان اسمها باج سناك باين. كل معظمهم يعني اللي لاحظتهم إن هو في ناس كتيرة بتبقى شغالة كريبتو، وفي ناس بتبقى شغالة إن هو بيجمع لك الاكسترنال بروجرامز الايميلات بتاعتهم ويحطهم عنده في الموقع. ويعمل بقى إيه، يبان إن المنصة ديت عليها بروجرامز كتير. بس هو في الأول وفي الآخر هم خمسة ستة بروجرامز، والباقي اكسترنال أنت بتروح تكلمهم بس من بره. وفي يونيفاي باين، او مش فاكر اسمها ايه. المهم ان المنصات اللي زي دي بتبقى كريبتو وويب 2. لاحظت بقى ان هي موجوده فيها هي والمنصه التانيه اللي مش فاكر اسمها برضو، فيها يونيفاي ديت غالبا هي صح. المنصه التانيه مش فاكر اسمها، هي مشهوره. لاحظت ان هم بيبقى عندهم في الويب 2 في ثغرات ما بتتقبلش في معظم التارجتس، او في معظم المنصات بتبقى اوت اوف سكوب. مش موجوده عندهم اوت اوف سكوب لان هم مين اللي بيبقوا مركزين على حته الويب 3. فلو هي مش موجوده في الاوت اوف سكوب، في اوت كتيره بتتقبل هناك. يعني كنت بشوف واد الناس يعني بيسلموا، بيشيروا على السوشيال ميديا ثغرات جايبينها هناك. الثغرات دي لو كانت اتسلمت هنا كان ان ايه وش، ولكن هم بيسلموها هناك وجاب اكتر من باونتي وهو لسه مبتدئ. يعني هو لسه بادئ، فالناس كلها بتخاف تخش على المنصات اللي زي دي. فلا المنصات دي بتبقى فيها ويب 2 ويبقى فيها ويب 2 حلو. يبقى ممكن ما يكونش فيه ويب 2 كبير، ولكن لما بيبقى موجود بيبقى فيه. لو ساهمت ثغرات يعني اللي هي اللو هانجنج فروتس ديت بتتقبل هناك. فبس ديت ملخص تجربتي انا في معظم البلاتفورمز اللي انا جربتها. ايه اكتر حاجة من خبرتك العملية ساعدتك في الباج باونتي؟ الكولاب، ان انا قعدت اعمل كولاب مع ناس كتيره، فهمت. عرفت اجمع مايند سيت من ناس كتيره، وبرضه حته ان انا من النوع اللي لما بيحتار بين كذا حاجه بيجرب كل حاجه. يعني كنت طبعا ببحث عن طرق الناس بتست بيها، ورايت ابس الميثودولوجيز بتاعت الناس كنت بجربهم كلهم يعني. فكنت من النوع الصبور شويه. فكنت تلاحظ ان انا قعدت فتره طويله جدا على ما جبت اول باونتينيه واول ثغره. وناس كتيره من اللي انا كنت بادئ معاهم كانوا سابقين. بس الحوار ده فادني يعني بعدين. امتى الواحد يدخل انترنشيب وهو مركز على الهانتنج؟ لا هو لو مركز على الهانتنج هيعمل ايه بالانترن؟ بس هي ولا أقول لك هو ممكن يخش الانترن فعلا، ان هو ممكن تتعلم من عنده حته الكولابوريشن، التيم وركينج والكلام من ده. فادتني قوي قوي في الانترن اللي انا دخلتها، وحته ان انت تشوف لو في يعني هم مدينك اكسس ان انت تشوف الروبوتات او تشوف ثغرات السينيورز مطلعينها. دي بتفيدك جدا في الباج هانتنج يعني، ان انت بتتعلم ازاي الناس اللي غيرك بيفكر او ازاي غيرك بيهانت. اسرع طريقة تلاقي فيها وظيفة غير الباج باونتي؟ في ناس بتتجه إنها تاخد شهايد، ودي هي طريقة عادي محترمة. وفي ناس بتعوضها بالإنترن. يعني بروح كذا إنترن في شركة كبيرة، ففي ناس كتير بتشوف شغلها، في ناس كتير بتعرفها. فلما الناس دي بتروح لشركات تانية بيعملوا ريكومنديشن ليه لما يجي يقدم هناك. هل شايف الشهادات مهمة لو كان للباج باونتي او لو كان للوظيفة؟ لا، طب وللوظيفة؟ مهمة أكيد. طب بس أنت يعني ممكن تستغنى عنها، أو مش مصر، م. ولكن بتفرق أوي يعني. ازاي بتكتب ريبورت كويس الشركات بتقبله؟ لو بتتكلم على الشغل بنتست وكده، فهو بيبقى فيه سكيما ان الشركة ماشية عليها فانت بتلتزم بيه. بتتكلم على الباج هانت، فأنا من نوع من الناس اللي بيكتب روبورتات وحش جدا. ولكن معايا يعني كولاب سامي دايما. عشان هو كان بيهانت فترة أطول مني وبيهانت على تارجتس كتير، وهو ما شاء الله يعني هو دلوقتي الأول على مصر.
فكان دايما بيدينا نصائح حلوه يعني في حته الروبورتات، زي ان انت تكتب مش عارف اسمها بريكويزيتس، او اللي هو انت ايه المتطلبات للثغره بتاعتك. السكشن ده انا عمري ما كنت بكتبه، ولكن اكتشفت ان هو مفيد فعلا. هو بيديله مثلا انت الثغره عندك بريفيس اسكليشن، فبيقول له في الاول ان انت متطلبات ان انت عاوز يوزر برول كذا كذا، وفي البرميشنز بتاعته كذا كذا، ويوزر تاني برول كذا كذا، وفي البرميشنز كذا كذا. فدي بتفرق مع في الريبورت بتاعك، ان انت قلل حته النيد مور انفون، واللي يقول لك ان انا مش عارف ريبروديوس ومش فاهم الثغره ومش عارف ايه. وطبعا حته الفيديوهات مهمه جدا، لان انت لو حصل اي مشكله مع الترياجر، او ساعات كتيره قوي قوي بسلم الثغره ويروح ان داخل نايم مثلا، بيكون التارجت رفع ابديت، فالثغره ما بقتش موجوده. فانت عشان تثبت كده لازم يكون معاك الفيديو، يعني حتى لو مش هتحطه في الريبورت يكون معاك تحسبا لحاجه زي كده هتحصل. ف وكمان لاحظت حاجه مهمه، مش فاكر إن حد قالها لي ولا كان في تريجر اللي قالها. الريبورت بتاعك مش كله بيروح للانترنال تيم، ساعات بياخدوا زي حاجه مصغره من، لو البروجرام ده مانجد وكده. فانت حته الروبورتات الطويله الكبيره قوي ديت، وتحط لي سيكشن الامباكت طويل عريض، وسيكشن الفولنربيلتي ديتيلز وفولنربيلتي سامري لا لا، انت ممكن حاجه بسيطه يعني ستريت فورورد، ان انت فاهمه خلاص الثغره كذا كذا، وسامري كده بسيط، تخش على طول في ستيبس تو ريبروديوس بي او سي امباكت، شكرا. طبعا السكشن الاولاني اللي فوق اللي قلت لك عليه، اللي هو ايه المتطلبات بتاع الثغره بتاعتك. جميل. ايه الاخطاء اللي وقعت فيها في البداية وتنصح الناس ان هم يتجنبوها؟ مش عارف اجاوبك ازاي على حاجه زي كده. انا ليا نظره تانية للاخطاء. يعني كنت ساعتها بزعل، او ان انا مش عارف هو ان انا بعمله ده صح ولا غلط ولا الكلام ده، ولكن في الاخر تكتشف ان التدبير الالهي كان احسن حاجه ليه. الاخطاء ديت بتفيد بعدين يعني. انا كنت بسمع البودكاست اكيد، وبشوف الناس بيقول لك الاخطاء، انا وقعت في اخطاء كذا كذا وكذا وكذا، بس استفدت منه لما قال لي هو ده انا وقعت في الغلط ده، غير استفدت لما انا ذات نفسي وقعت في الغلط ده. مثلا حته الجيميل، ان انا ضيعت اول فرصه ان اتوظف بسبب ان انا مش فاعل حته النوتيفيكيشنز لجيميل، وان انا بعت للشركه ما تابعتش. فلا انت انصحك ان انت تعمل يعني ايميل للشغل وايميل للباج هانت والبيرسون، يعني تفرق ما بين الايميلات دي. ممكن لو خطأ في الباج باونتي، هو حته التسرع، آه، وان ما يكونش فيه صبر، وانك تلعب على نفسيتك بطريقه غلط. يعني ما تحطش على في نفسيتك ان كل الناس ناجحه وكل الناس عامله مش عارف ايه. لا، هو الطريقه اللي انت فيها ديت هي ده افضل طريق ليك. حتى لو انت لسه ما وصلتش، زي ما قلت لك انا كنت وصلت متاخر عن ناس كتيره، بس الحمد لله يعني ممكن ناس كتير ما تكونش وصلت اللي انا بعمله دلوقتي، كانوا بادئين معايا وكانوا جابوا ثغرات قبلي وعادي جدا. فالطريقه اللي هي مرسومه لك، او الغلطات اللي انت بتغلطها ديت، معنى طريقه تاخر لك ده معناه ان هو ده خير ليك ان هو يتاخر. فما تلعبش في حته نفسيتك ديت كتير، وحاول تدور في تقرا الميثودولوجيز الناس، ازاي تدور على بروجرام، انك تفهم الناس ازاي بتدور على بروجرام، دي نص الطريق. تمام. نصيحة لأي حد بادئ ومش عارف يبدأ منين؟ صح ان هو يبدا، حتى لو ابتديت غلط، بس انت على الاقل هيكون ابتديت، وكده كده وفي الرحله انت بتحاول تعدل من الطريقه اللي انت ماشي بيها، وتفهم ازاي تبتدي صح. يعني ما تقعدش تسال كتير، ما تقعدش في حته في مكان ابدا منين ده، ما تقعدش فيه كتير، حاول تبدا بسرعه. ايه رأيك عن ال AI واللي بيحصل دلوقتي من حتة AI بيسلم ثغرات وهيقلل فرصنا كباج هانتنج، والشركات هتعتمد علينا أقل وكل الكلام ده؟ ايه رأيك فيه؟ لا، هو أنا شايفه ان الاي اي ولا عيال الثغرات اللي احنا بنسلمه ولا اي حاجه. هو الاي اي اللي بيسلم دلوقتي وعمال يطلع الاول والتاني ومش عارف ايه، كل فكرته بكل بساطه هو يعني حاجات انت ممكن تعملها اوتوميشن اصلا. يعني في الفتره اللي هو جاب فيها ثغرات كتيره في بug باونتي، كان ده بسبب ان كان في سي في اي طالعه في مش فاكر اكس اس اس باين او حاجه زي كده. فهو كده كده كاوتوميشن، هو اكيد هو اكيد اوتوميشن ادفانسد واي اي باورد، فهيبقى احسن مننا اللي احنا بنعمله يعني. فهو كان تقريبا كان عارفها قبلنا او حاجه زي كده. فلاحظت ان هو سلم كتير وعلي في الفتره دي كتير في الثغرات اللي موجوده
في الباج باونتي ورتب في الباج باونتي. بس زي ما قلت لك هو مش هيخش يفتح بيرب يعني ويجيب ثغرة في اللوجيك، يعني مش هيخش يجيب بريفيس اسكليشن برضه صعب عليه اعتقد، يعني ده اللي انا شايفه. واللي ظاهر لي ان هو ادفانسد اوتوميشن اكتر من انه اي اي. انما الاي اي في الرايتنج والكلام من ده هو موجود دلوقتي. هو حلو يعني انه موجود اي اي، بس شركة هاكر وان متزهقانة بيه. هل شايف ان البج هانتنج لسه ليها مستقبل ولا هتنقرض؟ بالطريقة اللي احنا شايفينها ديت لا، الباج هانتنج مكمل شويتين كمان ثلاثة معانا. لأن كل الشركات بدأت إن هي تخش في الباج هانتنج تستسهلوا عن البنتست. يعني كان في فيديو الباشمهندس داوود يوسف كان بيوري الناس في الفيديو حجم التارجتس اللي موجودة في الباج باونتي. امم فلو جيت تشوف فاكره. حجم الباج باونتي كتارجتس موجودة هاكر وان وباك كراود وكل المنصات واكسترنال، الافات. كان مورينا التارجتس بس مش فاكر الرقم، بس هو كان حاجه كبيره قوي، انت مش هتعرف تغطي، مفيش ناس تغطي الكميه دي من التارجتس. فهو لا، هو مكمل. هل شايف ان الجمع بين البنتستنج والباج باونتي مهم عشان حد يتطور في المجال؟ مهم جدا. الفتره اللي قضيتها بنتستنج سام هاو كانت طورت من قدرتي في الباج هانتنج بطريقه كبيره. زي ما قلت لك الانترن اللي انا دخلتها مثلا باج سوجر، نقطه تحول ليا مثلا في الباج هانتنج. لان هو بيخدم على حاجات من عيوب الباج هانتنج او عيوب الباج هانتر، ان هو ما بيعرفش يمسك نفسه مثلا في عدد الساعات، ما يعرفش يمسك نفسه ان هو كل يوم هيشتغل. ممكن يسلم ثغرة ويقعد بقية الأسبوع نايم، خلاص أنا سلمت الثغرة يا عم، هستنى الثغرة لحد ما يترد عليها إمتى والكلام ده. فأنت في البنتستنج لا، أنت ملتزم إن أنت هتشتغل على حاجة معينة. وغير لو أنت بتعمل بقى فول بنتست، فأنت هتقعد على التارجت لمدة مثلا أسبوع، كل يوم بتشوف نفس التارجت وكل يوم هتحاول تتست عليه. فأنت في حاجات هتكون خلاص خلصت كل اللي تعرفه. فاللي جاي بقى اللي جاي ما تعرفوش، أنت هتقعد بقى في إيه، تحاول تعصر دماغك تجيب حاجات اكتر، تحاول تتعلم ثغره جديده في التارجت ده. فدي مهارات ما كنتش عارف اكتسبها يعني وانا بباج هانت من غير بنتست بصراحه. فان انت يكون تجمع ما بين الاثنين، دي حاجه جميله جدا وتفرق قوي 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 في الكارير بتاعك يعني. وكمان الباج باونت نفسه ممكن يفرق في البنتست، يعني بيسرع التستنج بتاعك. بقالك فترة مثلا بتشتغل باج هانتنج، فعامل السرعة بيفرق معاك، فبتلاقي نفسك بتجيب ثغرات بشكل أسرع في البين تيست من الناس التانية مثلا اللي هم مش باج هانترز، فكانوا بيدرسوا وبيحلوا ستيتفات وبيحلوا على لابات بورتسوجر، فهتلاقي إن أنت الحوار معاك أسرع منه. بس يعني جميل. ازاي تميز نفسك لو كليتك ملهاش علاقة بالمجال؟ زي في مجالنا ده بالذات يعني، الكلية ملهاش أي 30 لازمة في المجال ده. ناس كتير أوي كبار في المجال مش من كليات لها علاقة أساسا بمجال التك عموما. تمام. فأنت نفس اللي بتعمله هتعمله، ملوش علاقة بالكلية بتاعتك يعني. لو رجع بيك الزمن هتختار نفس المجال ده ولا هتختار حاجة تانية؟ هو مجال متعب نفسيا ومهلك، ولكن زي ما أنا قلت لك، أنا من النوع اللي هو لو رجع بيا الزمن أختار نفس الاختيارات ونفس المجال ونفس الأخطاء، لأن أخاف ألعب في أي حاجة الدنيا تبوظ مني. فهو أكيد يعني التقدير الإلهي أو الخط اللي أنت مشيت فيه هو أحسن حاجة ليك. أنا واثق 100%. والله كان بودكاست جميل جدا واستفدنا منك كتير جدا يا مسعد، واتمنى الناس برضو كلها تكون استفادت، وان شاء الله ما يكونش اخر مرة. إن شاء الله. إن شاء الله الناس تكون استفادت. وطبعا أي حد عاوز يشوف أي حاجة من اللي أنا قلتها واتكلمت عليها إن شاء الله هتكون يعني في البلوج. وبس يعني نحاول نحط اللينكات لحاجات إحنا قلناها في الديسكريبشن بتاع الفيديو ولا حاجة. ودي كانت نهاية الحلقة بتاعتنا. استفدنا كتير جدا من مسعد، ولو عايزين توصلوا البلوج بتاعته او اي حسابات ليه هتلاقوها تحت في الديسكريبشن. وتنسوش الدعاء لاخواتنا في كل حتة في العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.